السلام عليكم ورحمة الله، مساء الفل عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. عايزة أتأكد إن انتوا سامعيني كويس وشايفيني كويس. ها، اعملوا لي لايك كده، اكتبوا لي في الكومنتس. حلو قوي، حلو قوي. واضح زي الفل. أي حاجة تحصل في الصوت، أي حاجة تحصل في الصورة، أكدوا عليا كده لو في مشكلة في أي وقت في السيشن. طيب، أحب أعرفكم بنفسي سريعا. أنا اسمي رنا جمعة، ديجيتال ماركتنج كونسلتنت اند ترينر، سي او اف ديجيتال يارد ايجنسي. هكون معاكم النهارده في محاضرة يعني نسبيا تعتبر طويلة شوية، كفري سيشن يعني عن الاستراتيجي، وهو سؤال كان بيتسأل لنا كتير جدا في آم، المحاضرات. كتير جدا من المتدربين الخاصين باي ام اف ان دي اما بيبداوا ياخدوا الكورس او يبداوا في اي دبلومه بتبدا الدنيا توضح اكتر. بيبقى دايما عنده يعني يشتغل بايديه من غير ما ياخد اي كورس، او مثلا من غير ما يرتب افكاره. هو بيروح شركه بيشتغل سبيشالست، اعمل لنا كونتنت، شوف لنا هتعمل ايه في الادز. مفيش حد بيرتب معاه البلاننج او بيرتب معاه طريقه تفكيره. حتى لو شغال فريلانسر، دي برضو مشكله. انا قاعد مع العميل مش عارف اساله ايه، ممكن اخد منه بريف عامل ازاي. فاحنا النهارده هنبسط الموضوع على قد ما نقدر. هنكتب او هنبدا يعني نرتب الخطوات المفروض تبقى عامله ازاي. وهتلاقوني بعد كل جزء بدات اخد الاسئله بتاعتكم، بحيث ان احنا الاسئله كلها تبقى على الشات. يا هالة، السيشن ان شاء الله مسجله وهتكون موجوده على اليوتيوب، بس انا حابه ان انتوا تكونوا موجودين طول السيشن، علشان في يعني مفاجأة حلوة كده لكل الناس اللي هتكمل السيشن للآخر. كمان البرزنتيشن اللي انا هعرضه النهارده برضو هيتبعت لكم، او هيتعمل لينك بيه، يعني بحيث ان انتوا تقدروا تعملوا له داونلود. في كمان زي كيس ستادي، زي كلاينت. الكلاينت ده احنا عملنا له كل الخطوات اللي انا هشرحها النهارده بالترتيب، والخطوات دي هتشوفوها عملي. يعني احيانا هعمل شويه حاجات بسرعه وهقول لك انت بقى ذاكرها لوحدك، او ارجع مثلا فيها الكورس معين. في حاجات هتلاقوني مركزه فيها قوي لانها تعتبر بيج ديل بالنسبه للماركتيرز يعني. حلو كده. طيب يلا بينا كده نشير السكرين مع بعض. اول ما تشوفوها اكدوا بس عليا ان انتوا شايفينها كويس. ايه، حلو قوي. طيب، سوشيال ميديا استراتيجي. ليه اصلا الاستراتيجي ماترز؟ ايه فكره ان انا اروح اعمل استراتيجي؟ هو انا يا جماعه لو انا دلوقتي تايه، مش عارف امشي ازاي، مش عارف امشي منين، فالمفروض ان انا اروح اشوف انا اصلا فين دلوقتي، علشان اعرف هوصل ازاي، هركب ايه من عندي يوصلني للمكان اللي انا رايحه. حلو كده. اي براند في الدنيا بيبدأ يقول انا عايز ابيع، انا عايز اعمل بيرسونال براندنج، انا عايز اتعرف، بيبقى عنده مشكله مش عارف يبدا منين. فاحنا كناس متخصصه نروح نقول له الاول اعمل استراتيجي، فكك من السوشيال ميديا، فكك من الاوفلاين ماركتنج، فكك من اي حاجه خالص، روح اعمل استراتيجي الاول. فهو يقول لك يعني مش فاهم، ما انا كنت هجيب واحد بتاع كونتنت اقول له يكتب شويه سكريبتات وصور فيديوهات واعمل اعلانات يعني، او مثلا يعني او هفتح بلاتفورمز، هبقى موجود على الفيسبوك والانستجرام وتيك توك وهكذا. ايه كلمه استراتيجي دي اصلا؟ بيقول لك والله الاستراتيجي دي هي معناها كلمه دايركشنز. يعني انت بتحط دايركشنز لنفسك، بحيث ما تهدرش في الموارد وما تهدرش في الافكار. فيعني ايه اهدر؟ يعني مثلا دلوقتي تعالى نتخيل ان انا كرنا عامله اعلان بيد اد لنفسي على اني محاضره وبدي كورسات في مجال الديجيتال ماركتنج. اول حاجه تساليها تقولي ايه رنا، هتعملي اعلانات على انهي منصه؟ فاقول لك اعتقد يعني فيسبوك وانستجرام. طيب رنا، هتعملي ويب سايت؟ فاقول لك اعتقد ان انا مش محتاجه ويب سايت. هديك كل اجاباتي على السؤال ده بكلمه اعتقد. والماركتير لا يفترض. يعني احنا ما عندناش في الماركتنج حاجه اسمها تقريبا او بافتراض ان ده، لا، هو ما فيش حاجه اسمها كده. وفي حاجه اسمها اناليسيس بتقوم عليها القرارات. فعدم وجود استراتيجي بيخلي
قراراتك كلها راندم، بيخلي البادجت اللي انت المفروض تحطها في الاعلانات مش عارف ابدا بكام، بتخلي في ايدنتيتي انا مش عارف التزم بيها. ليه؟ لان انا مش من الاول حاطط ستيبس لده. طيب احنا يا رنا علشان نعمل استراتيجي ده ممكن يفيدنا في ايه تاني؟ ممكن يفيدنا في فكره الميجرنج. يعني ميجرنج، يعني لما اجي اقول مثلا ايه، احنا هنروح نعمل كونتنت وادز واس اي او وويب سايت والكلام ده كله. طب حلو، الحاجات دي كلها علشان اوصل لايه؟ فتلاقي العميل يقول لك عشان اتشهر، عشان ازود المبيعات. طب هتزود المبيعات بنسبه كام؟ مش عارف. طب التستنج بتاعك جاب كام؟ ما قستش. الاستراتيجي بتحكم عليك ان انت لازم تقيس، وان انت لازم تحط اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف ده لازم يكون ملموس، ولازم يكون حاجه معينه انت لازم تحققها، ولو ما حققتهاش يبقى الاستراتيجي دي فيها مشكله، روح غير الحاجات اللي انت قررتها. فاي سوشيال ميديا تاكتكس، اي اكتيفيتيز هتتعمل بدون استراتيجي هي ويستنج للتايم، مفيش دايركشن احنا ماشيين عليه، مفيش يعني مفيش زي استخدام جيد للموارد اللي هي الافنشنسي، ومفيش ميجربل، مفيش حاجه عارف ان انا اقيسها. طيب انا يا رنا علشان اروح اعمل استراتيجي، ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها؟ والسلايد يا جماعه اللي قدامكم دي، المايند ماب اللي قدامكم دي اللي احنا هنركز عليها طول السيشن. احنا بنستخدم في الماركتنج حاجه اسمها موديلز او فريم وركس. يعني ايه موديل؟ يعني زي ما اقول لك مثلا ممكن ترفعوا لي ايديكم او تعملوا لي لايك اللي عارف كلمه سمارت اوبجكتيف يعمل لايك. كلمه سمارت اوبجكتيف حلو قوي. كلمة سمارت اوبجكتيف عندنا في الماركتينج معناها مش الهدف الذكي، معناها ان في علشان اعمل هدف لازم يبقى ليه خصائص، والخصائص دي متجمعة في كلمة سمارت، الاس ام اي ار تي، كل واحدة فيهم توحي بكلمة. فاحنا علشان نعمل استراتيجي برضو الناس جمعتها في كلمة. ايه الكلمة دي؟ اسمها سوستك فريم ورك. ادي كلمة سوستك، والفريم ورك او الموديل يعني النموذج اللي انت هتمشي عليه. فدي كده ترتيب الاستراتيجي. يبقى سوستك موديل وهو اشهر الموديلز. ولو انت بقى عايز تتعمق اكتر في مجال المودلز ده، عندك بقى جيميناي ليرنينج ممكن يعلمك حاجه شبه كده. افتح مثلا كلود وقول له جمع لي كل المودلز الخاصه بيه او الفريم وركس الخاصه بالاستراتيجي، هيبدا يديك تفاصيل. لان مش دي السوستك دي مش هي الوحيده اللي بتعمل بيها استراتيجي. انت ممكن تعمل استراتيجي عن طريق مثلا بي بيستل، عن طريق حاجات كتيره جدا، مودلز كتيره جدا. طب احنا ليه بنشرح سوستك فريم ورك؟ لان هو الاعم والاشمل والمناسب لكل المجالات، لكل الاندستريز. ولا هو صغير للشركات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، ولا هو موديل كبير قوي لازم شركه انترناشونال تشتغل عليه. طيب سوستك موديل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه حرف الاس الاولاني ده المفروض تبدا بسيتويشن اناليسيس، وده اللي انا بلاقي 3/4 الماركتيرز بيعبروا عنه بالسوات اناليسيس فقط. واحده واحده يا رنا، يعني ايه؟ يعني ايه السيتويشن اناليسيس بنعبر عنه بالسوات؟ مش احنا دلوقتي السيتويشن اناليسيس ده معناه معرفه الوضع الحالي. يعني انا قبل دلوقتي ما اسافر، انا عايشه في اسكندريه، قبل ما اسافر القاهره لازم ابقى عارفه انا واقفه فين بالظبط في اسكندريه عشان اعرف اسافر القاهره. فده كده تحليل الوضع الحالي. وضعي الحالي ان انا موجوده في اسكندريه في مكان اسمه كذا، اقدر اركب منه او اقدر يعني اتنقل منه للقاهره من هنا. فانا لازم ابقى فاهمه انا فين دلوقتي عشان اعرف اركب ايه. فالسيتويشن اناليسيس في الماركتنج عندنا نفس القصه، ما هو الوضع الحالي للبيزنس بتاعك. طيب تعالى ناخد مثال. المثال بتاعنا النهارده يا جماعه لمركز تغذيه علاجيه موجود في اسكندريه. واحده واحده بقى، انا بديك البريف اهو، وهبدا اتكلم كلام واغذي دماغك بمعلومات عن المركز ده، وانتوا هتسالوني كمان 3 دقائق عن اي اسئله تانية انتوا عايزين تعرفوها عن المركز ده. يبقى انا هنا كاني انا العميل وانتوا الماركتيرز اللي هتمسكوا لي الشغل، وانا قاعده معاكم قاعده بريف. حلو كده؟ يلا بينا نبدا. المركز اسمه اكس، ومركز اكس ده موجود في اسكندريه في مكان اسمه سموحه.
والمركز ده متخصص في التغذية العلاجية للأمراض المزمنة. يعني إيه؟ يعني أنت شغال في إيه؟ بتوع دايت يعني؟ إحنا بتوع دايت بس مش أي دايت، إحنا بنعمل نزول للوزن أو بنساعد في نزول الوزن للناس اللي عندها أمراض مزمنة. يعني ايه بقى؟ يعني لا قدر الله لا قدر الله الناس عندها ضغط، سكر، امراض جهاز هضمي، كانسر، مثلا ناس رياضيين، ناس عندها مقاومه انسولين، سيدات بتعاني من تكيسات المبايض، كل دي امراض مزمنه. مزمنه يعني ايه؟ يعني البيشنت المريض بتاعها بياخد دواء عشان يخفف من حده المرض ده. بيصادف ان مريض الضغط ده وزنه عالي، فيجي الدكتور يقول له ايه؟ بص الدواء ده تمام بس انت محتاج تنزل وزنك. اللي بيحصل ساعتها على الارض ان العميل ده بيروح يعمل دايت مع اي حد، اي دكتور قريب منه. ولكن الصح طبيا انه يروح لدكتور تغذيه علاجيه. يعني ايه تغذيه علاجيه بقى؟ يعني دكتور يكون فاهم طبيعه المرض بتاعته، وفاهم هو الروشته بتاعته دي معناها ايه. دواء الضغط اللي عنده ده بينزل ميه ولا بيزود ميه؟ يبقى انا هعمل له حاجه معينه في الدايت بتاعه. طيب، المركز ده تحتيه كام تخصص؟ حوالي 10 تخصصات. كل دكتور بيقدر ان هو ينزل وزن مريض معين. يعني في مريض متخصص لمرضى الكانسر، في دكتور معين متخصص في مثلا مقاومة الانسولين وهكذا، او جهاز الهضم. طيب الراجل ده او سوري المركز اكس ده المفروض ان هو مواعيده من كام لكام؟ والله الناس موجودين يوميا من 10 ل 8 بالليل. طيب المكان ده بيتارجت مين؟ كل الناس اللي عندها حاجتين: مرض مزمن زائد زيادة في الوزن. انا كده خلصت الكلام عن البراند ده. مين عنده سؤال؟ علشان انا العميل. فايه تاني اسئله المفروض ان انتوا تبقوا تعرفوها كماركتيرز؟ انا معايا في السيشن 78 واحد، يعني في 78 واحد لازم يكتبوا لي على الشات. لا احنا ما فيش وقت ان احنا ان انا افتح المايكات، بس اهم حاجه تكتبوا لي في الكومنتس. ماشي؟ مين اهم المنافسين؟ مفيش منافس مباشر للعياده للمركز ده، لان مفيش مركز تغذيه علاجيه على بعضه. المنافسين هنا بيكونوا موجودين جوه مستشفيات، يعني زي مستشفى اندلسيه مثلا. اندلسيه عندها دكتور في المستشفى بتاع تغذيه علاجيه، فما فيش منافس مباشر كمركز او كعياده ضد يعني بتنافس المركز ده. العميل المثالي انا قلت عليه هو عميل عنده مرض مزمن زائد زياده في الوزن. كتير جدا بيبقى سنهم فوق ال 35 سنه، كتير منهم جدا بيبقوا سيدات. طيب حلو قوي. موجودين من امتى في السوق؟ الدكتور صاحب، ممتاز قوي السؤال ده. الدكتور صاحب المكان بيشتغل في موضوع التغذيه العلاجيه بقاله اكتر من 12 سنه، ولكن العياده نفسها موجوده بقالها 5 سنوات. المنصات اللي هم حاليا موجودين عليها هي فيسبوك بس. الناحيه الماديه والاجتماعيه ممكن تبقى كلاس بي، يعني ممكن ننزل لسي كمان. الاسعار حوالي المتابعه في الشهر بحوالي 450 جنيه، وفي اوفرز في الثلاث شهور. عندهم وجود على عجبني اسئلتكم يا شباب. عندهم وجود على السوشيال ميديا، فيسبوك بس. ايه الاوبجكتيف بتاعه او المشكله اللي عايز يحلها عن طريق الكونتنت والسوشيال ميديا؟ ممتاز السؤال ده. الاوبجكتيف بتاعه انه يجيب ناس تحجز معاهم. في نفس الوقت الوضع الحالي بتاعه ان هو ما عندهوش ريتش ولا فولورز ولا براند اويرنس خالص في المحافظه اللي هو فيها، لكن الاوبجكتيف بتاعه الاساسي هو السيلز. طيب ايه اللي ممكن يتعمل دلوقتي كمان 3-5 سنين هيكون نجاح بالنسبه له؟ مش بيفكر في 3 و5 سنين، هو عايز خلال سنه او سنه ونص تنقل من هو ينقل من المكان بتاعها لمكان افضل، يعني عايز يروح لوكيشن احسن. لكن مفيش اوبجكتيف واضح خلال 3-5 سنين، وده سؤال واسع. يعني خلي بالك وانت بتساله العميل عايز تعمل ايه 3-5 سنين، ده سؤال واسع شويه. في حجز اونلاين، في حجز اونلاين، وفي متابعه جوه العياده، متابعه اونلاين ومتابعه ميكس كمان. بيتارجت كلاس A، انا قلت B، واحيانا ممكن ينزل لسي. الميزه التنافسيه بتاعته ان هو المركز الوحيد المتخصص في التغذيه العلاجيه في اسكندريه، وان كل مرض ليه دكتور خاص بيه. البادجت بتاعته حوالي 20,000 في الشهر هصرفهم على الاعلانات. القيمه اللي بيقدمها المركز خلاص انا قلت ده. خبره الدكتور برضو قلتها. الاسعار قلتها. القيمه المضافه مفيش قيمه مضافه حتى الان غير التغذيه العلاجيه فقط.
آم، ماشي، انا قلت برضو هدفه ايه في الثلاث شهور الاولانيين. آه، لا، مش بتتابع يا ساره مع اكتر من دكتور، بتابع بس مع دكتور واحد حسب المرض بتاعي. يعني انا لا قدر الله عندي السكر، فانا هتابع مع دكتور الخاص بالجهاز الهضمي والسكر الموجود جوه المركز، فبتابع مع واحد بس. ايه اللي يخلي الكلاينت يختارني ما يروحش لاي حد تاني موجود؟ اولا التخصصات، ثانيا خبره الدكاتره. كل دكتور عنده حالات قبل وبعد في مجال التغذيه العلاجيه كبيره جدا. في كمان ناس تخلصت من امراض معينه بسبب النظام الغذائي. يعني الميزه التنافسيه عندهم كبيره جدا. المشكله بتاعتهم او التهديد بتاعهم ان هم بينافسوا اماكن اكبر. يعني يوم ما مستشفى شبه مستشفى اندلسيه تيجي تقول ان احنا هنفوكس على التغذيه العلاجيه، فهي معروفه اكتر مننا. فممكن ساعتها الناس تختار انها تروح المستشفى ولا انها تروح المركز، لان في سمعه لحاجه شبه كده. آم، ماشي، انا جاوبت على ده. المتابعه مع العملاء اسبوعيه، وفي جروب على الواتساب بيتابعوا عليه دايما هم وصلوا لايه. بقالها على السوشيال ميديا من 4 سنين، برضو انا جاوبت برضو ده. اوكي. نظام الحجز اونلاين. عنده هوية، دي كلمة واسعة جدا يا مصطفى. يعني عنده هوية، عنده لوجو والوان وكده طبعا. الا لو قصدك حاجة تانية. آه الرسالة اللي عاوز العملاء، حلو السؤال ده يا علا. اللي عاوز العملاء يشوفوا او يعرفوا بيه فكرة التخصص، فكرة ان هو اول مركز واكبر مركز، فدي بالنسبة له مهمة جدا. آم، متاح اونلاين لخارج مصر او خارج المحافظة؟ اه طبعا موجود. عنده صبر؟ ما عندوش صبر، لا للأسف. آه ازاي بيحافظ على العميل؟ حلو قوي يا عادل السؤال ده. بيحافظ على العميل من خلال ان هو بيديله حاجات اكسترا عن فكره الدايت بس. يعني بيبقى في حد موجود علشان نظام الرياضي، بيبقى في حد موجود عشان الحاجات المسكره، او ان انت تعمل كيكه، او انت تعمل حاجات وصفات معينه. في حد بيبقى متخصص فيها على جروب الواتساب اللي عليه البيشنت. البيشنت بيبقى موجود على جروب واتساب فقط لوحده، مش مع ناس تانية، يعني مش جروب تغذيه، وكل واحد فيهم لوحده. حلو. آم، هدفه يزود المبيعات، ولكن يعني ما نيجي نعمل له بقى احنا استراتيجي، المفروض ان احنا نشوف يعني ده الهدف بتاعه ده صح ولا لا. بيتارجت الاطفال؟ لا، ما فيش دكتور اطفال معاهم، في تخصصات تانية للناس الكبيره. في فكره انه يطلع على السوشيال ميديا ويقدم محتوى مرئي. الفكره موجوده، ولكن هو عايز يسترخص فيها شويه، فاحنا محتاجين ان احنا نقنعه كماركتيرز ان هو ما يعملش كده. آه، نظام العلاج ما فيش اي ادويه خالص، نظام غذائي الا لو الحاله احتاجت. آه، ماشي، دي قلتها. ما فيش جيم جوه العياده؟ لا. محتوى مناسب لكل الفانل، ده شغلتك يا زياد. مفيش حاجه اسمها هل في محتوى مناسب لكل الفانل. هو انت دي اللي انت هتعمله المفروض، ولا انت بتفكر حاليا ايه اللي بيحصل حاليا؟ يعني يعتبر مفيش كونتنت قوي. في عملاء كتير تابعت مع المركز؟ في شراكه؟ لا. ال20,000 الموجودين شهريا؟ شهريا. طيب حلو قوي. الاسئله اللي انتوا قلتوها جميله جدا. تعالى بقى نشوف كل المعلومات اللي انا اديتها لكم عن الكلاينت ده. تعالى نمشي بيها بالترتيب ده. احنا محتاجين نعمل للكلاينت ده سيتويشن اناليسيس. يعني ايه سيتويشن اناليسيس؟ يعني تحليل الوضع الحالي. تحليل الوضع الحالي ده يا جماعه بيبدا بايه؟ بيبدا ببرفورمانس اناليسيس. يعني ايه بقى يا رنا بيرفورمانس اناليسيس؟ وركز معايا في الحته دي. بيرفورمانس اناليسيس يا جماعه يعني انا هخش على صفحاته اعرف نظامها ايه دلوقتي، هم واصلين لفين. تعالى كده ناخد مثال صغير قوي. هوريكم بيج من البيجز مش بتاعت العيادة دي يعني، ولكن بتاعت أي كلاينت تاني. خلاص. وأنا عايز أفهم يعني إيه أروح أعمل سيتويشن أناليسيس. سيتويشن أناليسيس يعني أنا أدمن في البيج، هخش كده على ميتا بزنس سوت وأروح على انسايتس وأعرف الداتا بتاعتها إيه. ماشي، هي واصلة لإيه الشهر اللي فات، أو الأفضل إن أنت تعمل 3 شهور فاتوا. طيب تعالى هنا كده نعمل 3 شهور فاتوا.
لو مش عارف تقرا الداتا دي ولو مش عارف تقيمها يبقى انت مش عارف تعمل performance analysis او platform analysis. platform analysis هنا معناه ايه؟ الراجل ده واصل لكام بني ادم وكل بني ادم واصل له كام مره. انا هقول الحاجات سريعا يا جماعه ماشي. اللي عنده بقى اسئله في التكات دي يكتبها في الشات وهنرشح له بقى الحاجات اللي تخليه يعرف ده بالتفصيل. حلو كده. بس مثلا انا دلوقتي داخله على البيج دي، البيج دي حاصله على فيورز وفيوز. طب دول رقمهم كويس ولا مش كويس؟ مش بالاخضر هو ولا الاحمر، يعني مش بالرقم ده، لا. هو انا دلوقتي الشخص ده البيج دي واصله ل 835,000 في 3 شهور. حلو قوي. 835,000 بني ادم. حلو كده. يعني ايه واصله؟ يعني عملوا ريتش، بس دول عدد الناس اللي وصل لهم البوستات بتاعتها بدون اي انتراكشنز، بدون اي مسجز، بدون اي حاجه خالص. طيب هل معنى كده ان ده البراند ده عنده اويرنس؟ لا والله خالص. احنا عشان نحسب الاويرنس ده احنا بنربط رقم الفيورز بالفيوز، عدد مرات ظهور البوستات. والله الرقم ده مع الرقم ده يبقى الراجل ده عنده اويرنس ولا مش اويرنس؟ ما لازم نحسبها بقى. طب نحسبها ازاي؟ هقولها بسرعه على سبيل المثال. المفروض ان انت عشان يتعمل لك براند اويرنس تكون بتظهر كتير، والموضوع ده هنعمل له ان شاء الله فيديوز قدام. يعني بظهر كتير يا جماعه. يعني انا اتخيل ان انت شفتني النهارده في ايم فنتي، حلو كده. انت شفتني النهارده 20/7. شفت رنا قعدت معاها ساعه، وهو ده المره اللي انت شفتني فيها في ال3 شهور. هل انت كده يكفي ان انت عندك براند اويرنس ليا؟ اقول لك اه، ما انت قاعد معايا ساعه. ما انت خلاص اي حد هيقول رنا جمعه بعد كده هتقول تقريبا انا سمعت الاسم ده قبل كده. لو انت مش فاكر السيشن هتقول انا سمعت الاسم ده قبل كده. لكن تخيل ان انت شفتني في فرح مثلا مره وسلمت عليا، هتيجي الشهر الجاي تفتكرني؟ لا مش للدرجه دي. هو انا شفتك مره بسرعه كده يعني في فرح حد من زمايلي قال لي سلم عليه، مش لدرجه ان انا افتكرك كمان شهر. اللي انا بحكيه ده هو ده اللي بيحصل في البراندات بالظبط. انا دلوقتي شفت بوست لحضرتك على الفيسبوك وخلاص وعديت، وانت ما عملتش اعلانات ولا عملت كونتنت ولا مركز في الباير بيرسونا بتاعك، ولا مش مركز انت في حاجه. هل انا هفتكرك كمان اسبوعين 3؟ ولا انت لازم تظهر قدامي كتير؟ لازم تظهر قدامي كتير عشان افتكرك. فانت بدل ما شفتني مره في فرح شفتني 8 مرات خلال الشهر في حاجات مهمه وكونتنت مثير للاعجاب، فانا هعرف ساعتها اسم البراند بتاعك. الريكومنديشن بتقول ان الموضوع بيبدا من 8 مرات في الشهر، يعني ممكن تشوف العميل خلال الشهر حوالي 8 مرات. بعض الريسورسز بتكتر عن الرقم ده وتقول لك 12 و15، بعض الريسورسز الثانيه تقول لك لا والله المهم الكونتنت اللي انت بتطلع بيه. بس احنا في الافريج بنتكلم في 8 مرات. هل هنا انا محققه ال8 مرات؟ هل كل عميل من دول شافني خلال الشهر 8 مرات؟ فساعتها تبدا تقيم اذا كان الرقم ده انت حاصل فيه على براند اويرنس ولا لا. اللي انا بحكيه ده يا جماعه هو السيتويشن اناليسيس، هو البلاتفورم اناليسيس. انا محقق ايه في الفانل؟ احنا كلنا دارسين فانل، اويرنس، كونسيدريشن، كونفرجن، لويالتي. انت محقق ايه؟ ايش عرفك انك محقق اويرنس؟ فتبدا تقيسها بالارقام دي. طيب خلاص دخلت على البيج لقيت نفسي محقق اويرنس وقمر. هل الاويرنس بيقف؟ لا طبعا. ما هو انا كام من كام؟ يعني انا واصل ل 835 الف بني ادم. هل ده عدد العملاء بتوعك في مصر، في السعوديه، في الوطن العربي؟ انت مين المهتم بالاندستري بتاعتك وعددهم كام نسبيا؟ يعني الميديا بايرز هيفهموني في الحته دي. ما تدخل كده تقول انا هعمل اعلان وهتارجت مش عارفه كذا لكذا، بيجي لك على الجنب اليمين كده حاجه اسمها بوتنشال اودينس. تقريبا عدد الناس اللي ينفع توصل لهم مليون بني ادم، 2 مليون، 5 مليون. يعني انا المهتم بالمنتج بتاعي 5 مليون، طب انا حاصل على كام في الريتش؟ 835 الف منهم. فساعتها البلاتفورم اناليسيس تقدر تاخد منه داتا. انا بلاقي الماركتيرز بياخدوا سكرين شوت من دول وحطوه في الريبورت وما يدونيش نكست ستيب. يعني انا حلو انا شفت الداتا اعمل ايه بقى؟ ما مش عارفه. هو بيقول لي طمني، يعني طول ما احنا مخضرين رنا، طول ما احنا في الاخضر فاحنا تمام. لا هو انا عايز اعرف الارقام دي توحي بايه. حلو كده. فده البلاتفورم اناليسيس. بخش على كل منصه اعرف ارقامي الحاليه واصله لفين، اللي هو تحليل الايه، الوضع الحالي. طيب تاني حاجه بعملها، طبعا الموضوع ده في استفاضه اكبر من كده بكتير، بس انا النهارده جايه ادي هنتس وادي ترتيب، فانا مركزه جدا يا جماعه في الترتيب. ماشي.
طيب انا هنا عملت بيرفورمانس اناليسيس او بيرفورمانس ريفيو، ايه اللي بعدها؟ بروح اعمل كومبيتيتور اناليسيس. ايه الكومبيتيتور اناليسيس دي؟ بشوف مين المنافسين بتوعي. طيب تعالى كده ندخل هنا على ويب سايت اسمه perplexity.ai، ودي حاجه من تول من التولز اللي احنا بنشرحها في كل دبلومات السوشيال ميديا في اي ام اف ان دي، والدبلومات المتخصصه باستخدام الاي اي. تعالى هنا ايه بريبلكستي ده؟ perplexity.ai ده ويب سايت او اي اي تول متخصصه في اي حاجه خاصه بالريسيرش. تحب تدور على ايه؟ هنجيبه لك ونديك مصادره ونديك اعداده ونديك ارقام. طب تعالى كده نشوف مثال. انا هنا كنت عامله ريسيرش قبل كده على دكاتره الاسنان اللي موجوده في الغردقه. حلو كده. جاب بريبلكستي راح مديني هنا اطباء ومراكز اسنان في الغردقه. يلا يا ست الكل، دكتور كذا، عنوانه ايه، والموبايل بتاعه، وتقييمه على جوجل ايه، وده انا جايبه منين؟ الداتا دي انا جايبها منين؟ طيب دكتور مش عارفه مين، دكتوره ايه، واداني كل الليسته بتاعه الدكاتره اهي. بعد كده راح قال لي في بقى مش عيادات دكاتره، في بقى مراكز وعيادات تانية اهم، وهجيب لك الداتا بتاعتهم. طب هو جايب الداتا دي منين؟ مديك كل دكتور هو لقاه جايبه منين. ففي حاجات جايبها من فيسبوك، في حاجات جايبها من فيزيتا، في حاجات جايبها من كلينيدو. فهو هنا مديك المصادر بتاعته. طب انا رنا لو عايزه استخدمها عادي، هتنزل بريبلكستي او تفتحها على اللابتوب وتدخل باليوزر نيم والباسورد بتاعك، تعمل اكونت عليه وتبدا ان انت تستخدم النسخه الفري منه يعني بهدوء كده، عشان احيانا بيروح قافل عليك الايه، الحاجات اللي انت سالت فيها كتير. طيب احيانا انا بطلب منه الموضوع ده ببرومبت محترم بقى، يعني انا لو عايز اسال السؤال اسال السؤال بقى باحترام، فبكتب له برومبت بشكل تخصصي. وده حاجه برضو من الحاجات اللي انتوا هتدرسوها، ميديكال توريزم ريسيرش. انت يا بريبلكستي، انت دلوقتي واحد متخصص في السياحه العلاجيه، اديني كل الدكاتره اللي بيشتغلوا في المجالات دي بس. فيبدا، وبديله البريف اللي انا لسه قايله لكم دلوقتي، فيبدا المنصه تبدا تديني البلاتفورم، انا الكومبيتيتور، انا الكومبيتيتور بتاعهم بيعمل. طيب رنا معلش، انت هنا بتقولي انت بتعملي كومبيتيتور اناليسيس. طب انت المثال اللي انت مدياه هنا ده واحد عنده عنوان، يعني ايه؟ يعني عنده عنوان. انا بقول له شوف لي دكاتره الاسنان اللي في كذا، او شوف لي مثلا عيادات التجميل اللي في محافظه مش عارفه ايه، او في مكان ما. طب انا يا رنا ببيع منتج مش مربوط بمكان اساسا، يعني انا ببيع فاشن، ببيع اكسسوارز، ببيع حاجات برودكتس مش متعلقه بمكان، ماليش ستور، انا ببيع اونلاين. ساعتها نعرف المنافسين بتوعي منين؟ بعرف المنافسين من كذا حاجه. اول حاجه ميتا 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 لايبراري. ايه ميتا لايبراري دي؟ تعالى كده، ميتا ادز لايبراري اهي. ايه ميتا ادز لايبراري؟ ده مكان بيجمع كل المنافسين اللي بيعملوا اعلانات مدفوعه. فانا لو جيت هنا كده قلت له في مصر انا عايزه كل الناس اللي بتبيع ليذر باج، شنطه جلد طبيعي، معنى كده ان انا بدور بكي وورد مش بادفرتايزر. انا ما اعرفش مين المنافسين عشان ادور بيهم، انا عايزه اعرف مين كاتب في الاعلان بتاعه الكلمه دي، او عايزه حد كاتب كلمه الحقن المجهري في الاعلان بتاعه في مصر. طب اشمعنى الاعلانات يا رنا؟ ما هو اللي بيصرف فلوس ده يبقى منافس في نفس المجال بتاعي، فانا بدل ما اقعد ادور عليه على جوجل وهو ملوش مكان، طب انا عايزه اعرفه من الكلام اللي بيكتبه. فبيقول لي هنا الحقن المجهري في مصر ليه بسم الله الرحمن الرحيم كده 120 اعلان مدفوع شغالين مع بعض، يعني دول كلهم بينافسوا بعض. دكتور مين؟ ادي اول واحد وائل ابراهيم، تاني واحد عبد الرحمن سمير، احمد عصام الملا، كل دي اسامي موجوده في مصر اهي. طب انا بدخل هنا ابص على ايه؟ اولا اعرف مين اللي بينافسني، ثانيا اعرف ايه نوع الكونتنت اللي بيستخدمه في الاعلانات. ما انا بحلل، انا لغايه دلوقتي يا جماعه ما خدتش اي قرارات بحاجه، انا داخله استكشف كده. طيب ادي اهو
دخلت عرفت نوع الكونتنت، دخلت شفت الناس بتتكلم في ايه، دخلت شفت الناس حاطه صور ايه او فيديوهات ايه. يبقى انا هنا فهمت المنافس بيستخدم ايه انواع من الكونتنت، بيحط ايه في الاعلانات بتاعته، لو عامل اكتر من اعلان عاملهم على انهي نوع من المحتوى. فانا هنا مش مربوط بلوكيشن. طيب انا عايز او انا عن نفسي بحب، يعني مش عايزه اقول عايز، انا عن نفسي بحب اجند. دي الحاجه الثانيه بعد ميتا ادز لايبراري، بحب اجند قوي البلاتفورم لصالحي. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي والله كنت لسه في ميتنج يعني قبل السيشن بتاعتنا مع دكتوره، عشان مجالي معظمه طبي يعني، مع دكتوره تجميل في السعوديه. حلو كده. انا بقى اروح عامله ايه؟ اروح داخله على انستجرام وعامله سيرش على بكل في انستجرام سيرش، انت بقى فيسبوك سيرش، تيك توك سيرش، سناب شات سيرش، اي سيرش في اي بلاتفورم ادخل دور عليه بالموضوع. زي كده ما بتحب تجيب ساعه تروح مدور على ساعه، زي ما بتحب تجيب موبايل فبتروح هاري نفسك سيرش على الموبايل، عايزاك تهري نفسك سيرش على الاندستري دي. الفيسبوك بيشوفك عامل ازاي، او انستجرام او وات ايفر، بيشوفك بتدور، يعني عندك انتنت للشراء، انت زبون. طالما انت زبون هطلع لك كل الاعلانات بتاعت كل المنافسين في التايم لاين بتاعك. فانت بمجرد ان انت تدور على حاجه تلاقي خلال ساعه، والله ما بيكمل ساعه، هوبا طلع كل الحاجات اللي عنده في الخزنه وريها لك. فانت المنافسين قدام عينيك طول اليوم، بتشوف الكونتنت، بتشوف الديزاينز، عشان ما تبقاش قديم، عشان ما تبقاش لسه بتبدا من انت حتى من حيث انت الاخرين، فين الاخرين وانت شفت الاخرين. فالكومبيتيتور اناليسيس دي حاجه يا جماعه احنا بنعيشها يوميا عادي. انا بروح اعمل اناليسيس بتاعتي مره واحده ولكن انا لما بجند بلاتفورم لصالحي بجنده علشان ابقى دايما شايف المنافس عامل ايه. طيب المنصه اللي انا دخلت عليها دي اسمها ميتا ادز لايبراري، انا كتبتها لك اهو في الشات، ممكن تدوري عليها في جوجل وتبداي ان انت تدخلي عليها وتحددي الايه الكي ووردز بتاعتك، وكمان لو عندك منافسين بعينهم تقدري ان انت تخشي تدوري عليها. طيب راجع معايا كده، احنا الاول اخذنا حاجه اسمها بيرفورمانس اناليسيس او بلاتفورم اناليسيس، انا بسميها بلاتفورم اناليسيس. بعديها اللي هو انا عامل ايه على منصات، بعدها رحت شفت الناس اللي معايا عاملين ايه على منصاتهم. ثالث حاجه كاستمر اناليسيس او اودينس اناليسيس. وفي لخبطه هنا بقى في الحته دي. يعني ايه اودينس اناليسيس؟ اما اجي اقول لحد كده عايزين نعمل اناليسيس الاودينس، يقول لي ايه؟ الباير بيرسونا. الباير بيرسونا سنه 18 سنه، بيحب الشوكولاته، بيحب يصيف، بيحب اللون الاحمر. اقول له لا، انا مش عايزه، انا مش عايزه الباير بيرسونا، انا عايزه اعرف الراجل اللي اشترى مننا ده تفاصيله ايه. يعني الناس اللي عندنا على البيج دول بيعملوا ايه، يعني عددهم ايه، سنهم، نوعهم، اديني تفاصيل الوضع الحالي، مش الحاجه اللي انت بتحلم بيها. الباير بيرسونا ده احنا هنروح نختاره فين يا جماعه؟ بصوا معايا كده في السلايد دي، احنا رايحين نختار الباير بيرسونا هنا في الاستراتيجي في الاس الثالثه. احنا كل ده في الاس الاولى اللي هو تحليل الوضع الحالي اللي ما فيهوش احلام. مش عايزاك تحلم خالص في المرحله دي. انا بروح اسال انت كلاينت تعالى، مين العميل اللي بيشتري منك دلوقتي؟ طيب مين العميل اللي موجود على صفحتك، سنه ونوعه وموجود من محافظه ايه؟ ودي حاجات سهله ان انت تجيبها من البيج بقى. يعني انت لو هنا كده ضاغط على كلمه اودينس، اهو في ديموجرافيكس اهو، عندنا 72,000 فولور، معظمهم ستات، والستات دي من سن 25 ل 34. طب بيجي لنا ناس اكتر من انهي محافظه؟ اسكندريه طبعا، عشان احنا عيادتنا في اسكندريه. لكن انت لو بتبيع حاجه اونلاين الداتا دي هتبقى رهيبه بالنسبه لك. ليه؟ لان انت عارف انهي محافظه بيتابعوك منها اكتر. بعديها القاهره. طب في بلاد تانية، ليبيا. ليه ليبيا؟ لان الدكتوره ليها عياده فعلا في ليبيا، بتسافر كل فتره. فالاودينس انسايتس هنا انا بفهم منها مين العميل الحالي بتاعي. احكي لكم على حاجه. عندي كلاينت، الكلاينت دي كان الكلاينت اللي هو البيشنت بتاع المريض اللي بيدخل العياده بتاعتها كلاس سي واول ليفل في بي، يعني لو احنا مش بنطلع من هنا. المعلومه اللي انا قلتها لك دي تتحط فين في اللي انا شرحته ده؟ 75. ال 75 شخص يكتبوا نفس الجمله، يا اما هعمل لكم مشكله. معلش يا احمد انا مش هعرف افتح المايكات دلوقتي. اما اجي اقول لك معلومه
ان الكاستمر هو كلاس سي او اول ليفل في بي. امنه فعلا انا في اول اس صح اللي انا بشرح فيها فين بقى؟ ايوه كاستمر اناليسيس. لا مش كومبيتيتور اناليسيس يا ياسمين. البيشنت بتاعي اللي بيدخل عيادتي كعميل. ايوه الله ينور عليك كاستمر اناليسيس. يبقى انا هنا بحلل الوضع الحالي للعميل اللي بيشتري مني. طيب جه الكلاينت راح قال لي رنا العميل بتاعنا كذا 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 واحنا ساتسفايد بعدد السيلز اللي انت بتجيبيها وتمام، ولكن احنا عايزين نرفع الليفل بتاعنا. اقرا معايا كده الكلام. يعني ايه عايزين نرفع الليفل؟ يعني بدل ما يبقى كلاس سي او بي اول ليفل اخليه بي بقى، بي بلس. اللي هو قاله هنا ده يا جماعه يعتبر ايه؟ احنا عايزين دي، احنا نفسنا. ها ماشي يا احمد هو ابجريد، بس هو يعتبر بالنسبه للمنافس ايه؟ اوبجكتيف. ياسمين برافو عليكي، يعتبر اوبجكتيف بالنسبه له. برافو يا علي، هو عايز يوصل لده. طيب العميل ده اما يقول المعلومه دي انا محتاجه اعرف المعلومه دي تفصيليه. يعني انا جيت قلت لها طيب انا دلوقتي هحكم ازاي على انا خلاص عملت التكتكس وعارفه هجيب كلاس بي دول ازاي على افتراض. هتاكد منين بقى ان هم كلاس بي ولا سي؟ اللي هي ازاي احكم ليه الكي بي اي. الكي بي اي بتاعنا وانت يا عميل هنتحاسب عليه اخر الشهر. ما انت ولا هنا مرتبط بعدد ولا مرتبط بحاجه، انت هنا رابطني بايه؟ بكلاس. البيج انسايتس ما تجيبش الكلاس. الليدز قربتي، مستوى الدخل لا يمكن اعرفه. لا يمكن اسال على بيشنت داخل العياده مستوى الدخل بتاعك ايه. ايه الكاستمر اناليسيز يا ندى؟ كلمه واسعه. ليد كامبين مش ده تكتيك. المسجز ده تكتيك. سالم اللوكيشن محمود برافو عليكم. الاحياء والاماكن اللي هم عايشين فيها جوه اسكندريه. المكان اللي بيجي منه العميل. برافو عليك يا احمد وبرافو عليك يا علي. يبقى انا هنا اما يجي العميل يديني معلومه ويقول لي عايزين المعلومه دي نعدلها، لازم اتفق مع العميل على ايه؟ على الكي بي اي بتاعتها هنقيسها انا وانت ازاي. فالكاستمر اناليسيس بتاعه العياده دي كانت موجوده على سيستم، السيستم ده كاتب كل الناس دي ساكنه فين. فلما جينا بعد 3 شهور نبص على الاماكن لقينا في تغيير ولا لا، يبقى احنا نجحنا او ما نجحناش. فاهمين حاجه؟ انا هنا بشرح الجزء ده ليه؟ عشان الكاستمر اناليسيس هي بتتغير واحيانا انت ممكن تطلب تغيرها تبقى احسن تبقى اقوى تبقى اكبر وهنقيسها. افرض بقى ان هي مش موجوده اصلا، وده اللي موجود في البراند اللي بقول لكم عليه بتاع التغذيه العلاجيه. انا ما عنديش سي ار ام، ما عنديش اي اكسل شيت عسل في اي داتا عن اي حاجه. انت عرفت منين يا ست الكل ان هم كلاس سي؟ انا لما بقعد معاهم ببقى فاهمه ان هم كلاس سي. طب انا عايزه اي حاجه امسكها بايدي، اي داتا عن العملاء السابقين، سنهم، بيعانوا من امراض ايه اكتر من ايه. مفيش اي داتا لده. فالكاستمر اناليسيس لما تيجي تروح شركه وما تيجي تروح لبراند وتلاقيه ما عندهوش داتا، لا سي ار ام ولا اكسل شيت ولا سيستم عياده ولا اي حاجه، تبدا تقترح عليه ده. دي مش شغلتك ومش بتاعت سوشيال ميديا، ولكن لازم تقترح عليه ده. ليه؟ هينفعك بعد كده في مرحله اللويالتي. هيدفعك بعد كده اما تلاقي الدنيا صحراء ما فيش مبيعات، هتقول اه مين اللي عارفنا ونجربنا، طب ما نحاول نعمل كونفرجن منهم تاني. فدي حته مهمه جدا في الكاستمر اناليسيز، ان انا ابقى عارفه كل حاجه عن العميل الحالي بتاعي. احنا في اي ام اف ان دي ما بنيجي نعمل سيشن زي بتاعت النهارده، بنعمل ايه؟ بناخد اسمك وتليفونك وشغال ايه. يعني الفريق النهارده مكلمني بيقول لي يا رنا خلي بالك في ناس مش دارسه استراتيجي وفي ناس لسه مبتدئه، فخلي بالك السيشن ما فيهاش ناس كتير دارسه. رنا بقى تعمل ايه؟ ما تديش السيشن لناس تبقى حاطه في دماغها ان انا داخله اشرح الكلمتين داخله اشرحهم. لا، نو يور اودينس. انا المفروض ابقى فاهمه انت بتدور على ايه وداخله اديك الكلام المناسب. ده يساعدني ان المحاضره تطلع انجح ومناسبه ليك اكتر. نفس الكلام اللي بنعمله في السيتويشن اناليسيس او في الكاستمر اناليسيس بالنسبه لاي براند. طيب بعد ما عملت الكاستمر اناليسيس وفهمت العميل بتاعي ده بتاع ايه، اروح اعمل بقى السوات اناليسيس. رنا انت جايباها هنا في الاول السوات اناليسيس. اه انا قصده لان ده الطبيعي. ده الطبيعي. ما بتروح تاخد فيديو من على اليوتيوب تذاكره، او بتيجي تروح تاخد كورس مثلا يعني عام يبدا لك يقول لك عايز تعرف الوضع الحالي اعمل سوات اناليسيس.
لا مش بنعملها في الاول، بنعملها في الاخر. فرقت يعني؟ فرقت. اصل انا عرفت البلاتفورمز بتاعتي ايه عيوبها ومميزاتها، وعرفت المنافس بتاعي ايه العيوب اللي عنده ومميزاته، وعرفت الكاستمر بتاعي محتاج ايه وحاليا بيشتكي من ايه، وايه المشاكل اللي بيقولها في الرسائل وبيسال على ايه ما بيلاقوهوش. فلما اجي اعمل الخطوه الرابعه بتاعت السوات اناليسيس تبقى منطقيه. ده انا مطلع عيوب ومميزات من داتا بالهبل، فاقدر ساعتها احط سوات اناليسيس. انا عملت ايه وغلطان في ايه والمنافس ناجح في ايه وابدا منين. طيب تعال نشوف مثال لده. مثال لده. ده شغل ايدينا يا جماعه، عشان كده هو مش PDF يعني، ماشي؟ بس يعني شغل ايه، احنا بنحب كده نشتغل في اكسلات شويه، فمعلش اللي ما بيحبش الاكسل يستحمل معايا شويه. دي سوات اناليسيز لمركز التغذيه العلاجيه اللي انا قلت لك عليها. المميزات بتاعته: اول مركز متخصص، انتوا بقى سمعتوا الكلام ده قبل كده، اول مركز متخصص في التغذيه العلاجيه، عنده متابعه مستمره مع الحالات، حالات النجاح عنده كبيره، الخدمات كتيره، وجود تاريخ لدكتوره بقاله اكتر من 13 سنه، وموقع المركز نفسه قريب من اماكن كتير، عندهم اوفرز وعندهم تنوع في انواع المتابعه. لو تلاحظ الكلام ده كله انتوا واخديني ومني من البريف، صح كده؟ طيب اما انا خدت الكلام ده من بريف من العميل، في حاجات عنده قالها حلو وفي حاجات عنده قالها وحش. طيب رحنا خدنا ايه من البريف بقى، من كلامه في البريف، في الويكنسز وفي البلاتفورمز وفي الكومبيت، عملنا ايه بالكلام اللي انا بقوله ده بقى؟ اول حاجه طلعنا ويكنسز. ايه هي؟ اول حاجه البيج كانت وحشه جدا، وحشه من ناحيه المحتوى، وحشه من ناحيه المقاسات البوست، الكفر فوتو كان غير معبر عن البراند، المنصه نفسها كان فيها، احنا مجمعين فوق داتا كده، الريتش في الشهر اللي فات كان 2700، الامبريشن 3300، البوستات اللي بتنزل 6 في الشهر. يعني الدنيا كانت بايظه في البلاتفورمز. فطبعا كل حاجه شفتها بايظه في البلاتفورمز رحت حطيتها فين؟ هنا في الويكنسز اهي. طيب ايه الكلام اللي قالته في الميتنج اقدر احطه في ويكنسز او سترينثز؟ قالت مفيش داتا. مش احنا لسه قايلين مفيش داتا عملاء سابقين، ولا صور ليهم، ولا فيديوز، ولا داتا اسمه تليفون وايميل، اقل حاجه مش ده مش موجود. فده بالنسبه لنا ويكنسز. واللي بيشتغل في السوشيال ميديا بايديه هيبقى فاهم ده كويس قوي، ان انا لما باجي اعمل اعلانات وعايز اعمل لوكا لايك وكاستم اودينس، احيانا بحتاج الداتا السابقه ومش عارف، مش موجوده. فدي معضله بالنسبه للميديا باير. طيب ايه تاني عندها فيه مشكله؟ قالت لك والله مفيش داتا بيس مجمعه للعملاء، ومفيش ولا صور ولا فيديوهات. طب دول الحاجات اللي جوه العياده فيها مشكله. طب الحاجات اللي بره، الاوبورتيونيتيز والثريتس، بصينا لقينا ايه؟ اولا الاوبورتيونيتيز، في حد قالها منكم؟ هل في تعاقدات ما بينها وما بين اي مكان تاني ولا لا؟ فبقينا نحطها كاوبورتيونيتي. يعني فكر معايا كده، هي دلوقتي دكتوره عايزه تخلي الناس تخس وعندهم امراض مزمنه، طب ما انا ممكن اروح لدكتور عظام اقول له باشا يا دكتور على راسي، لو الناس اللي عندك محتاجه تنزل وزنها عشان ركبتها بتوجعها، خد الكارد بتاعنا عليه ديسكاونت خليهم يجوا علينا احنا. فالتعاون مع اماكن اخرى ده يفيد البيزنس. طب معلش يا رنا، هو ده شغل السوشيال ميديا؟ هي دي مش شغلته يعني مش اوبورتيونيتي اقدر ان انا اطلبها من العميل؟ لا، لو جات لك الفكره اكتبها واطلع عليها، ولو الاي اي بيساعدك اتناقش معاه في ان انت تطلع افكار حتى بره السوشيال ميديا. ليه؟ لان انت كل ما توسع مقترحاتك وكل ما بتحسس العميل ان ان ده البيزنس بتاعك مش بتاعه. يعني انا دايما اتعامل مع العميل كده، ابقى قلقان على فلوسه وقلقان على منظره، ولو حصل له مشكله كان ليه؟ انا دايما محسب كده، وده حقيقي، لان البيزنس بتاعه ده لو نجح انا هنجح. النجاح اللي انا عملته في الاستراتيجي بتاعت البراند ده هو اللي مخليني قاعده النهارده بديكوا السيشن. ف ف اما يكون عندك اي افكار بره السوشيال ميديا، ايه المشكله ما تعرضها؟ ولكن اعرضها وما تقفش عليها. يعني ما تقولش والله اللي مفشلنا على السوشيال، في ناس كده اللي مفشلنا على السوشيال ميديا ان انت مش عامل تعاقدات انت مالك يا عم؟ انت اعمل شغلك اللي المفروض تقوم بيه، وطلع الويكنسز والسترينثز بتاعتك، ولكن يبقى عندك افكار تانية. انت مش مسؤول بقى عن الافكار التانية، انت مسؤول ستيل عن السوشيال ميديا. طيب منى بتقول ممكن يعمل برضو مع مراكز تحاليل والجيم، واقترح عليه ده. برافو عليكي، صح جدا.
طيب ايه كمان؟ تطوير برامج اللويالتي والمكافآت للعملاء. يعني هي بتقول ان الكلاس بتاع ده الاوبورتيونيتي ده طلع منين؟ طلعنا منين دي؟ طلع من طبيعه العميل اللي هي حكت لنا عليه. البيشنت بتاعي كلاس سي بيفرح من اقل حاجه، ودايما الانجيجمنت بتاع البيج بتاعتها كان الانجيجمنت كان كبير جدا، مجرد انها تنزل اي حاجه الناس بتدخل تهيص لها. فاحنا قلنا طب خلاص تعالى نطور من ده اكتر، تعالى ندي فاوتشرز للناس لو نزلوا في الوزن، تعالى نعمل مكافآت للبيشنتس لو جابوا بيشنت تاني. فكان في برامج تطوير مكافآت، ودي من الحاجات اللي نفذناها فعلا جوه العياده. طيب ايه اوبورتيونيتي تاني؟ ان احنا نوعي الناس، وده هنفهم ليه. توعيه الناس بالمرض نفسه، وهقول لك دي ليه، سيبها دلوقتي يعني. التعاون مع مراكز تحاليل اهي، وكان في اوبورتيونيتي ان احنا نعمل ابلكيشن على الموبايل للبيشنتس بتوعنا، ولكن ده كان محتاج مننا بادجت طويل جدا او بادجت كبيره جدا. فيعني حطيناها بس في الاوبورتيونيتي، وقلنا ان احنا ممكن نعملها في الفتره الجايه او في ايه في السنين الجايه. طب ايه التهديدات بقى؟ التهديدات بتاعتنا كانت ان الناس مش فاهمه اصلا يعني ايه تغذيه علاجيه. يعني هو في الطبيعي بيروح لاقرب دكتور دايت، او واحده صاحبتها بتروح دكتور دايت راحت لنفس الدكتور. فمفيش الفكر ده مش موجود. فالتوعيه بيه عدم وجود توعيه دي بخطر. ليه؟ لان انت محتاج توعي الناس، من توعيه مجتمعيه، ده حاجه كبيره جدا. فعشان كده كتبنا هنا برامج التوعيه، البودكاست والفيديوز مع ناس مشهوره عن فكره المرض نفسه. المنافسه مع مؤسسات طبيه اكبر. ليه؟ لما جينا عملنا كومبيتيتور اناليسيز لقينا ان المنافسين بتوع المركز هي مستشفيات كبيره، مش متخصصين، ولكن مؤسسات طبيه اكبر. فكتبناه في الثريد. اللي انا اقصد بيه هنا ايه؟ ان انت السوات اناليسيس دي جايه من الاناليسيس اللي فوقيها. طيب ازمات صحيه زي كورونا، ركود اقتصادي، اول ما بيحصل اي مشكله في البلد، اي مشكله سياسيه مأثره على الاقتصاد، ما حدش بيركز في الحاجات اللي بالنسبه له رفاهيه. فالدايت لبعض الناس، انا خلاص معايا الورقه بتاعت الفتره اللي فاتت هكررها وخلاص، مش محتاجه اروح للدكتور. الغلطه الثانيه اللي الماركتيرز بيعملوها، يبقى الغلطه الاولى ان هو ما بيمشيش بالستبس ورا بعض فيطلع سوات بسهوله، هو بيدخل على السوات على طول. فدي اول غلطه، تخلص بقى على طول، ارمي. الغلطه الثانيه انه بيعمل السوات ويديها للعميل وهو والعميل يتفرجوا عليه. السوات اصلا يا جماعه بتتعمل عشان نطلع منها قرارات للبيزنس. فاحنا هنا عندنا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده ويكنسز بالهبل. فاحنا بنروح عاملين ستاب اسمها ويكنسز تو سترينثs. يلا بينا بقى، ايه العيوب؟ هنعدلها ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنقدر احنا كشركه، او تقدر انت كفريلانسر، او تقدر ان انت ك كونتنت ماركتير سوشيال تعمل ايه؟ ايه اللي في ايدك هنا في دول انك تعمله؟ طيب هنا انا محتاج اركز. يعني محتاج اركز، يعني لما اجي اتنقل لمرحله الاوبجكتيفز والاستراتيجي ابقى عيني على السترينثز، ايه اللي يساعدني في الاوبجكتيفز وفي الاستراتيجي. طب هنا الويكنسز هعالجها ازاي؟ طب الاوبورتيونيتيز اقدر استغل ايه منها؟ طب الثريتس اقدر اعمل ايه كاكتيفيتيز عشان اصدها؟ ده اللي المفروض تطلعه من الاسوات. طيب ايه الويكنسز والسترينثز اللي انا عملته ايه؟ كل حاجه بقى كتبنا لها ليه هنعمل فيها ايه؟ يعني مفيش خطه محتوى، هنعمل ان شاء الله. مفيش داتا حالات صور، نحاول نجيب العملاء القدام او العملاء الحاليين بتوع العياده ونديهم حاجه تحفزهم ان هو يتصوروا قبل وبعد. الصفحه بعيده عن سلوكيات واهتمامات العميل، كانوا بيكتبوا كونتنت ملوش اي علاقه بالبيشنت. فاحنا هنظبط ده. مفيش ايدنتيتي، هنظبط ده. يبقى انت القرار اللي بتاخده من السوات اناليسيس بيخليك تعرف تكتب كونتنت وتعمل تعمل كل التكتكس اللي جايه. حلو كده؟ طيب ممكن نعمل ويب سايت لحجز المواعيد وتجميع الداتا. حسام صح، عندك حق. توس برافو عليك يا اسماء. نبدا نحول السوات اناليسيس لحاجه نقدر ان احنا ناخد بيها قرارات. طيب ادوني ثانيه واحده. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالسيتويشن اناليسيز، وهو
آم، اطول جزء بالنسبه للماركتيرز بيبقى وقته طويل شويه، ولكن الاي اي دلوقتي بالتولز بتاعته الكتيره جدا قادره ان هي تساعدنا بشكل اكبر في ان احنا نقلل من الوقت ده. انت عشان تعمل كومبيتيتور اناليسيز الاول كنت لازم بقى تمسك بيج وتقعد تبص على حاجات. في دلوقتي لا، الاي اي بيساعدك في حاجات كتيره خاصه بكده. برضو الكاستمر انسايتس، انت بتاخد كلامك في البريف من العميل وبتاخد الكلام برضو من المنصات، وفي نفس الوقت الاي اي بيساعدك تاخد قرارات ناحيه ده اكتر. الاناليسز اللي بتطلعها في 3 خطوات اللي في الاول، لو الكلود او جيميناي ساعدك فيها بتقدر يطلع لك سوات اناليسز. مش هقول تاخد كلامه فور جرانتد، ولكن بيساعدك تشوف الحاجات اللي انت مش عارف تشوفها. يعني مش ما وانت في الاول ما بيبقاش عندك المهاره قوي ان انت تعمل سوات اناليسز بيرفكت بنسبه 100%، فاحيانا الاي اي بيساعدك في ده. طيب خلينا كده ناخد 5 دقايق مع أستاذة فاطمة من اي ام اف دي، مش غير البيست اناليسيز، او احنا بنختصرها بنقول البيست اناليسيز. والبيست اناليسيز هي ممكن تكون حاجات بعيدة شوية عن السوشيال ميديا، واحيانا بنعرف تفاصيلها من الماركتنج مانجر او الماركتنج تيم اللي فوقينا، مش السوشيال ميديا. يعني حاجه شبيهه بالثريتس والاوبورتيونيتيز، ولكن متعلقه بالحاجه المجتمعيه اكتر. حاجات بوليتيكال، حاجات سياسيه، دي البي الاولانيه. حاجات ايكونوميكال او ايكونوميك فاكتورز، يعني حاجات في الاقتصاد بتاع البلد يؤثر على البراند ده او على البيزنس ده. مثال الحرب مثلا الفترة اللي فاتت، طبعا ده بوليتيكال فاكتور أثر على حاجات في البلد. أثر الايكونوميك فاكتور، اقتصاديا في حاجات اتغيرت. يعني احنا في يوم كان الدولار ب 48، تاني يوم بقى 50، 51، 56. فده ايكونوميك فاكتور. هل ده يؤثر على البيزنس بتاعك؟ ده ممكن تكون واحد شغال في حاجه خاصه باستيراد وتصدير، فهل ده مؤثر ولا لا؟ الاعلانات المدفوعه بتاعت السوشيال ميديا كلها مؤثر ولا لا؟ فدي حاجات خارج البيزنس بتاعك تماما بتاثر على البيزنس بتاعك، ولازم تبقى فاهمها كويس جدا. طيب السوشيال فاكتور اللي هي الاس الثالثه، نفس الكلام. اي حاجه مجتمعيه، الفتره اللي فاتت كاس العالم، مثلا فتره المقاطعه، فدي كلها حاجات مجتمعيه. تكنولوجيكال فاكتور، ودي بقى مهمه قوي. اي حاجه فيها تكنولوجي، احنا حاليا في الاي اي ايرا. فاحنا حاليا ايه بقى؟ يعني البيزنس بتاعي ده على سبيل المثال، مثلا كنا لسه من يومين في ميتنج مع اكاديمي لكورسات طبيه في السعوديه. فاحنا بنقترح عليهم يا جماعه ان احنا نعمل ان احنا ما نعملش كورسز بالشكل التقليدي، ولكن نبدا نعمل ال ام اس، نظام سيستم كامل على ويب سايت. الطالب بيبقى ليه يوزر نيم وباسورد، بيخش يلاقي بنعمل سيستم كامل. طب ليه احنا عاملين ده؟ لان ده طبيعي جدا في بلد شبه السعوديه وكمان معاها الامارات. فكره التكنولوجيكال فاكتور، ان الطالب هناك في الطبيعي بتاعه متعود ان هو يبقى شغال على ال ام اس، وبيرفع تاسكاته والتاسكات بتتصحح، وبيتعمل كل ده من خلال السيستم، من خلال الابلكيشن. فانت داخل في بزنس هو اوريدي فيه الجزء التكنولوجيكال ده. طب انت هتعمل ايه بقى هناك انت بقى بالسيستم البيز بتاعك البيزك؟ طيب لو انا بعمل يا جماعه سوات اناليسيز لنفسي كماركتير، يعني برضو الحته دي برضو محتاجين نحطها في اعتبارنا. لو انا عامله سوات اناليسيس ليا انا كرنا مثلا، ايه المميزات بتاعتي؟ اصل السوات ده بيتطبق على اي حاجه. ايه المميزات بتاعتي؟ ايه العيوب بتاعتي؟ ايه الاوبورتونيتيز وايه الثريتس؟ طب انا ايه الاوبورتونيتيز والثريتس؟ عندي مشكله في موضوع الاي اي. انا حاليا علشان انقل مرتبي لاضعاف، وانقل السرعه بتاعت الاداء بتاعتي لاضعاف، وانا ما عنديش اي خبره خاصه في استخدام الاي اي لشغلي، يبقى انا عندي مشكله، عندي ثريت. الثريت ده هو ايه؟ ان هم مش ان الشركات مش هتحتاج، الشركات اوريدي محتاجه ده، وان انا اقدر اخلص التاسك بتاعي ده في وقت اقل واخد اكتر من كلاينت از فريلانسر مثلا. طب انا متعطل ليه؟ ايه المشاكل اللي عندي؟ فلو انا عملت سوات اناليسيس لنفسي هيبان قوي انا مشاكلي ايه واروح احلها. والمتحدث يعني قبل الايه، قبل اللي بيتكلم يعني. خلاص، فنرجع لموضوع البست. انا هنا خلصت السيتويشن اناليسيس. تحديد الاوبجكتيفز. بصوا بقى يا جماعه، تحديد الاوبجكتيفز هنا
كلام حلو، يعني الكلام حلو، يعني يعني احنا عايزين نزود المبيعات 20% والانجيجمنت 50% وترابيزات بلياردو بيك. اوكي، احنا بنحط اوبجكتيف على اساس السيتويشن اناليسيس. يعني ايه؟ يعني انا الوضع الحالي بتاعي ده واصل له بالكونتنت ده، بالاعلانات دي، بالبلاتفورمز دي، ده الوضع الحالي. خلاص، اما نيجي نحط اوبجكتيف زياده مبيعات 20% وانا اساسا ما حدش يعرفني، على اساس ايه انا حددت ان ده اوبجكتيف بس؟ ده كانت مشكله في البراند ده. فاحنا لما جينا حطينا اوبجكتيفز، حطينا اوبجكتيفز متساويه. قلنا ايه؟ قلنا ان انا على الاقل اول شهر محتاج ازود الريتش والامبريشنز والفولورز الارقام كذا، والميتا بيديني نسب كده، يعني مثلا ممكن اقول له بكام اوصل لكام، يديني احيانا نسب كده من الى فولورز، من الى ريتش. ومعانا هنعمل يا فندم تيستنج للمبيعات، ودي الحاجه اللي انا بنصح بيها اي حد بيشتغل مع كلاينت مركز في المبيعات جدا وهو اصلا ما حدش يعرفه. احنا كده كده الاويرنس ما بيخلصش، الكونسيدريشن ما بيخلصش، الكونفرجن كده كده بالطلب، اللويالتي دي حاجه المفروض تبقى شغاله في الطبيعي. لكن انا مشكلتي هنا ان انت تحدد هدف اكبر من مستواك الحالي. لا، انت معاكي كام يا ست الكل؟ 20,000 جنيه في الشهر، حلو. انواع المحتوى الوحشه اللي انت عاملاها دي احنا هنروح نظبطها، مفيش مشكله. لكن اختياراتي للبلاتفورمز محتاجه تتغير، اختياراتي للكونتنت محتاجه تتغير. يعني يا ريت ما بتعمليش فيديوز، لا لازم نعمل فيديوز. مش داخله على تيك توك في العصر بتاع التيك توك، لازم تبقي موجوده على تيك توك. مفيش كيسز لحالات طالعه تقول ان انت دكتوره جامده، تعالي نشوف البيشنتس بتوعك ونديهم اللي هم عايزينه يطلعوا يقولوا كده. فنوع الكونتنت المختلف ده اللي هي علاج الويكنسز مع البادجت دي مش هينفع كلها تتصرف سيلز. الهدف هنا لما اجي احدده، احدد هدف يناسب الوضع الحالي بالسترينثز بتاعته، بالويكنسز، بالاوبورتيونيتيز بتاعته. طيب انا هنا بعد ما حطيت اوبجكتيف عام كده، يجي يقول لي اعمليه سمارت. معلش، يعني ايه اعمله سمارت؟ يعني يكون سبيسيفيك، ويكون الكلام ده بقى بناخده في كورسات او بناخده بقى من فيديوهات اليوتيوب، وميجربل واتشيفبل وتايم باوند، اللي هي حرف التي اللي في الاخر. تايم باوند يعني ايه؟ يعني ليه وقت. يعني ايه بقى ليه وقت؟ يعني اجي اقول ايه مثلا، انا هزود المبيعات بنسبه كذا خلال 3 شهور، ماشي، وهزود الاويرنس بنسبه كذا خلال 3 شهور، الكي بي ايز بتاعتهم كذا. فانا حددت وقت وحددت كي بي ايز. ايه الكي بي ايز دي؟ تخيل كده معايا ان احنا هدفنا بس نزود الاويرنس، ماشي. مين يقول لي احنا بنحسب الاويرنس ده باني كي بي ايز؟ يلا شباب اكتبوا لي، اكتبوا لي بسرعه، الساعه 8 و10، ده انا مش هسيبكم النهارده. ها، ندى فيوز وفيورز، علي زياد ريتش، ظهور اللي هو الفيو ماشي، اسماء صح، احمد ظهور ووصول ماشي، احمد ريتش ماشي، فولورز وفيوز حلو، سي بي ام كوست بير امبريشن ماشي. مش عايزه كوست دلوقتي، بس خلينا في الحاجات الاساسيه. ياسمين جمعتهم، ريتش وامبريشن وبروفايل فيزيت حلو. فريكونسي ممتاز. زيارات العياده، لا زيارات للعياده كونفرجن. لكن اويرنس معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان الناس عارفاني وعارفه انا بشتغل في ايه. عزه تفاعل، لا، التفاعل يناسب الكونسيدريشن، ان العميل حطني في اعتباره فكتب لي كومنت فبعت لي رساله فعمل لي لايك، ده تفاعل. التفاعل ده في مرحله الكونسيدريشن. لكن مرحله البراند اويرنس ايكوالز ماتريكس معين. الماتريكس دي ايه؟ ريتش، ريتش امبريشن او الفيوز والفيورز، فيديو فيوز، فولورز بقى على اي منصه. دول الاربع حاجات الاساسيه اللي بنبص لهم في البراند اويرنس. ساره الشربيني، منوره منوره منوره. فولو ريكوجنايز يا ساره طبعا، اشكرك بشده. طيب عزه ظهور ماشي، يبقى احنا الاربع حاجات دول هم دول اللي انا بقيس بيهم براند اويرنس. اما اجي احط كي بي ايز بقول ايه؟ انا مثلا هوصل في الريتش لرقم مثلا 500,000، وهوصل في الامبريشنز لرقم كذا. خلي بالك يا ساره، ساره مجدي، المايك الكاميرا بتاعتك مفتوحه. وهوصل في الامبريشنز مثلا لعدد كذا. انا هدفي ان انا اوصل مرتين على الاقل في الاسبوع لكل عميل.
حلو الكلام ده. ما اجيش ابص لهم بعد 3 شهور بقى، لا. انا قايله ان انا الاوبجيكتيف ده هحققه خلال ال3، صح؟ اوكي. احنا من اول اسبوعين في الاعلانات بنبدا نشوف الكام بيجيب كام. مش انا دلوقتي عايزه اعمل، انا بحب قوي اجمع ما بين ايه، الاوبجكتيفز والكنترول. يعني انا هنا المفروض ان انا احدد ان انا عايزه ازود المبيعات، ازود مثلا الوعي بالعلامات التجاريه. الكنترول بتاعها ايه؟ ايه اللي بيحسب، ايه اللي يقول لي اذا كنت وصلت ولا ما وصلتش؟ الكي بي ايز. اذا انا يا جماعه ما ببصش على المركب بعد ما تغرق واقول واو ده ما وصلناش للارقام اللي كنا محددينها من 3 شهور. لا يا حبيبي، احنا بنقسم الرقم ده. انا المفروض اوصل ل 2 مليون، المفروض اوصل لهم 8 مليون. طيب انا وصلت لقد ايه بعد اسبوعين، بعد 3، بعد شهر؟ وقف. ايه في التكتكس اللي انا عملتها وصلني وما وصلنيش؟ يعني الريبورتات القمر اللي انتوا بتعملوها كل شهر علشان تبينوا اذا كان الكونتنت حلو ولا مش حلو، ووصلنا لايه في ايه، هل فلترت ده؟ يعني هل قعدت مع ال 15 بوست اللي انت نزلتهم بال 16 ريل بال 35 ستوري، وقعدت شفت بقى الجو ايه بقى، وتشتك بقى؟ مش عارفه كلمه، عارفين كلمه تشتك دي ولا لا؟ اشتك يعني اخد حته الحلو من هنا على الحلو من هنا. البوست ده نجح وده نجح، والستوري دي جابت والستوري دي ما جابتش. اذا الكونتنت بتاع الشهر الجاي محتاج يركز على البيلرز دي، محتاج يركز على عوامل النجاح دي. ليه؟ عشان لما نصرف فلوس الشهر الجاي نجيب فيدباك اعلى من الشهر اللي قبله. طب جبنا اعلى ازاي؟ بمعرفه الكونتنت اللي نجح في الشهر الاولاني. الاستراتيجيست بيدرك ده، بيفكر التفكير ده، مش بيفكر في كالندر ولا بيفكر في الاعلان اتعمل ولا ما اتعملش، مش بيفكر في التاكتكس دي. لا، هو سبب نجاحه انه بيفكر من فوق. اما بيجي يطلع ريبورت اخر الشهر بيطلعه بالحاجات الناجحه اللي تقول اللي بيشتغل بعديه الشهر الجاي اهو الراجل بتاع الكونتنت والراجل بتاع الميديا باير. خدوا يا جماعه ده اللوز ده الحاجات اللي نجحت الشهر اللي فات، يلا دوسوا عليها. يبقى انا هنا لما باجي احدد كي بي اي ما بشوفهوش بعد التايم باوند اللي انا عامله في السمارت اوبجكتيف، لا، انا ببص عليه كل شويه واشوف انا فعلا ماشي صح ولا لا، رايح للجول بتاعي ولا مش ولا ببعد ولا بعمل ايه. طب حطيت الاوبجكتيف، بنقل بعد كده على الاستراتيجي. والاستراتيجي يا جماعه سهله جدا والله، ما فيها اي حاجه. احنا بنعمل اس تي بي، باير بيرسونا، فاليو بروبوزيشن، خلاص على كده. ايه بقى انا الكلام ده؟ واحده واحده. الاس تي بي سيجمنتيشن تارجتنج بوزيشننج، اللي هي فين بقى؟ اللي هي هنا. انا هنا حاطه اس تي بي سيجمنتيشن تارجتنج بوزيشننج. قسمنا السوق سيجمنتيشن، تقسيم السوق لاقسام. الكلام بقى ده انا عارفه انتوا اخدتوه قبل كده. فاحنا الاقسام بتاعتنا في البراند ده عامله ازاي؟ والله الناس من سن كذا لكذا، ستات ولا رجاله، عايشين فين، ومرضى ايه. فالسيجمنتيشن هو تقسيم السوق لاقسام. طيب هنا قسمناها بالامراض. حلو كده، مرضى جهاز هضمي لوحدهم، مرضى سكر وضغط لوحدهم، مرضى قلب، مرضى كل ده. فده تقسيم. التقسيم ده يا جماعه لما بتيجوا تعملوه، انا ما اعرفش برضه الماركتيرز بي بيتكسفوا ليه. انت عملت التقسيم ده، روح اعرضه على العميل. باشا باشا، احنا عندنا كذا كذا كذا، عندك تعليق؟ ما يمكن يكون في سيجمنت منهم مش عاجب حضرتك، ولا انت متخانق مع السيجمنت ده قبل كده، ولا مش حلو ما بيجيبش فيدباك. ما عادي يا جماعه، ما نروح نسال عادي. انا مش هعمل الحاجات وابقى قلقان طول الوقت اذا كنت عاملها صح ولا لا. لا، انا ما هو صاحب البيزنس مش انا. فانا بروح اسال. ده التقسيمه. تحب نتارجت مين النهارده في الميتنج بتاع دكتوره التجميل اللي بقول لكم عليها؟ هي بتعمل 15 عمليه ومعاها بادجت صغير، فقلت لها يا دكتور احنا محتاجين نعمل كونتنت يغطي كل الخدمات بتاعتك، ونركز في السيلز على خدمتين، واحده غاليه وواحده رخيصه، ايه رايك؟ انا بقى عارف اللي هو ايه، احنا نجيب من الاخر. اختاري حضرتك الخدمتين، واحده تكسبك كتير وواحده تعرف فيها كتير عشان نخلص، لان البادجت بتاعتك صغير. يبقى اما باجي بعمل تقسيم لازم اتاكد من التقسيم ده. طيب ايه التي بقى؟ اس سيجمنتيشن، خلاص تقسيم. طب تي تارجتنج هو ايه؟ سيلكتنج سيجمنت. بعد ما قسمت الثمانيه دول 3 4 6، يا جماعه انا ما اتكلمتش على اي باير بيرسونا خالص، انا بقول لك تقسيم السوق، سن ونوع ومكان واهتمام واحد.
طب قسمت، بروح اسلكت سيجمنت اللي هو اللي انا لسه عاملاه مع الدكتوره ده، اللي هو ايه، بعد ال 15 عمليه اللي حضرتك بقى هنركز على ايه؟ هنركز على انهي خدمه؟ هنركز على انهي سيجمنت منهم عشان نكلمهم. فاحنا اخترنا نتكلم مع السيجمنت الاول والثاني والخامس، جهاز هضمي وسكر وضغط وبتاع العظام. طب ده مبني على ايه؟ معلش يعني الداتا دي مين اللي اختارها؟ اللي اختارها العميل في الكيس دي. ليه؟ لان هي اصلا دكتوره جهاز هضمي، فده التخصص بتاعها، وشايفه ان معظم الناس بيجي العياده عندهم مشاكل جهاز هضمي، فهي دي ملعبها، ده انا خبره فيها، ده الحته دي ناجحه عندنا قوي، يبقى دوس في الحته الناجحه. طيب سيجمنت رقم 2 سكر وضغط، نفس الكلام. سيجمنت رقم 3 هي نفسها تعالج ناس بتوع عظام، يعني عندهم مشاكل في العظام بسبب الوزن. ففي حاجه هي متخيلاها، شايفه ان هي ممكن تجيب فيدباك، وفي حاجات هي مجرباها، ده مش غلط. طيب اس تي بي بوزيشننج هنا، يعني العياده عايزه تتمركز ازاي في دماغ العميل، وقلنا ان احنا هناخدها من اليو اس بي اللي هي ايه، احنا اول عياده متخصصه في كذا كذا كذا. طيب امتى بقى احنا رحنا للباور بيرسونا ده؟ يعني الباور بيرسونا ده كان موجود من زمان ولا كان موجود امتى؟ يعني المصطلح ده جديد ولا قديم ولا ايه؟ قال لك والله الباور بيرسونا ده جاي من مشكله. ايه المشكله؟ السن ده. يعني ايه بقى؟ والحته دي انا كنت شرحها في فيديو على الفيسبوك بتاعي. دلوقتي انت، الناس اللي عندها من 25 ل 50 سنه عندهم مشاكل جهاز هضمي، لو كلهم واقفين على اول الشارع عندك وعايز تشرح لهم التغذيه العلاجيه وكده وازاي بتاثر على حياتكم، وان انت ازاي ممكن تتحسن بيها، هل من 25 ل 45 سنه ستات ورجاله هتكلمهم بنفس الطريقه؟ فجال جت الاناليسيس بتقول لا، اصل ابو 25 سنه ده عنده اهتمام غير اللي عنده 30 ومتجوز، غير اللي عنده 45 وهينفصل، غير اللي عنده 40 وعنده اطفال، غير اللي عنده. مش هعرف اكلم انا كل دول، مش عارف، مش هعرف اديلهم نفس المسج. فبدات اطلع منهم باير بيرسونز اللي هي السفراء. فبنمسك السيجمنت ده كده، انت سنك واسع قوي علينا وبتارجت مصر كلها وايه ده، لا ده احنا نطلع سفراء منهم بقى. الباير بيرسونا الواحد يبقى ليه سن، مش من الى، يبقى ست او راجل، مش راجل او ست، لا ست او راجل. ساعات بنسميه باسم او كلنا بنسميه باسم. ليه بنسميه باسم؟ عشان نحس ان هو قريب مننا. طيب احنا اما عملنا كده عملنا ايه؟ عملنا تخصيص للماركتنج مسج. واحده واحده بقى، عشان ده احنا بنحدده فين؟ احنا بنحدده هنا، بنحدده في الاستراتيجي. الباير بيرسونا ده ايه الماركتنج مسج المناسبه ليه؟ اللي عنده 25 سنه ده ولسه مخلص كليه والحمد لله مسك شغل دلوقتي، واحتمال يدخل على خطوبه كمان 3 سنين، والراجل جاله الضغط بسبب الشغل. طب ده هنكلمه نقول له ايه؟ الحق نفسك قربت مش حقيقي لا، ليه مسج تسويقيه بتاعته. طب اللي عنده 40 سنه اللي انا لسه حكى لكم عليه، ليه المسج التسويقيه بتاعته. دايما اقول للناس ايه، تيجي تبص على اعلان في التلفزيون، تلاقي اعلان التلفزيون جايب لك ناس كتير جوه الاعلان وكذا حد فيهم ممكن يكون بيقول جمله، وكلهم مجتمعين على البرودكت ده. حلو كده. شاشه التلفزيون كبيره، واحنا قاعدين قدامها كتير، فاحنا عارفين نجمع الماركتنج مسج دي. الموبايل بتاعك صغير جدا، شاشته صغيره جدا، فانت يا دوبك في الديزاين او في الفيديو تتكلم بار بيرسونا واحد. مش هتعرف تجيب لي الثلاث بني ادمين جوه، بتكلم الثلاث بني ادمين من ضمن الموبايل صغير قوي، والسرعه فيه سريعه قوي. فالماركتنج مسج بتاعتك لو مش مخصصه لبار بيرسونا فبقت عامه، فما بتكلمش حد. فعشان كده احنا بنحددها في الاستراتيجي. انا قسمت السوق اقسام، واخترت في التارجتنج هكلم مين، ورحت طلعت منهم باير بيرسونا، وبدات اشتغل على ايه بقى اللي هقوله لهم. ايه اللي هقوله لهم دي ندخل بيها على التاكتكس على طول. التاكتكس هنا فيها ايه يا جماعه؟ فيها ماركتنج ميكس، وده حاجه طويله عريضه يعني، تتشرح في 3 4 ساعات. مين يقدر يقول لي ماركتنج ميكس في الشات كده؟ ال7 بيز، مين يقدر يقول لي ال7 بيز؟
ودي برضو مش من شغلانه الديجيتال ماركتير، ولكن احنا تحسنا لبسنا فيها كده. ها، ال7 بيز، الله ينور. ممتاز ممتاز ممتاز. تعال نبص عليها كده مع بعض. أين هي؟ 7 بيز أهي. 7 كلمات تبدأ بحرف البي، موجودة دايما في التكتكس الخاصة بأي ماركتنج استراتيجي، وأنا أقصد كلمة ماركتنج مش سوشيال ميديا أو ديجيتال ماركتنج، لأن التفصيل ده ومعرفة ده بشكل مفصل أو إن أنت تكريته هي مش شغلانة السوشيال ميديا ماركتير خلاص، ولكن لازم تبقى عارف المعلومة يعني. 7 حاجات بتبدأ بحرف البي. برودكت، ما تبيعش حاجة أنت مش عارف تفاصيلها، ما تبيعش حاجه انت مش عارف بتتكون من ايه، يعني برودكت. فانا ببيع، راجل ببيع موبايلات، فانا لازم ابقى عارف الكاميرا بتاعت الموبايل ده كام ميجا بكسل، السكرين قد ايه، يعني كده. لو حد دخل عليا قال لي المنتج ده ولا المنتج ده، اقول له لا والله ده طالما انت معاك كذا يبقى لازم تبقى فاهم البرودكت كويس جدا. لما بنيجي نشتغل مثلا في المنتجات الطبيه، بندي العميل فايل، اكتب يا باشا كل الانجريدينتس بتاعت الكريم بالنسب، بهو اعلى ولا اقل في ايه في النسب. فده معرفه البرودكت، ان انت تبقى فاهم كويس انت بتبيع ايه. ودي حاجه مهمه جدا، وده اللي بيقدر يخليك تطلع في الكونتنت سكريبتات. ما انت عارف مميزات وعيوب المنتج وعارف تفاصيله من جوه وفاهمه. برايس، سعره، تبقى عارف. انا بقول لك هنا تبقى عارف مش مكريت، ها، تبقى عارف السعر الحالي. البليس بيتباع فين، يعني هنحطه في كارفور المنتج ده، ولا يعني ولا انا هبيعه اونلاين، ولا انا هفتح محل، ولا هعمل هبيعه فين؟ هبيعه ديجيتال، هل انا مثلا مسجله كورس وببيعه اونلاين فانا كده البليس ديجيتال. بروموشن، هنعمل ايه في الاعلانات؟ الدعايه. وفي حاجه عندنا في الماركتنج اسمها بروموشنال ميكس، ده حوار بقى اللي هو ايه انواع الدعايه. يلا بينا بقى من الاول: تلفزيون، راديو، ساوند كلاود، ومش عارفه ايه الابلكيشنز دي تعتبر في الادفرتايزنج. عندك بقى بي ار، عندك سيلز مان، عندك سوشيال ميديا، عندك اس اي او اللي هو اللي احنا بندرسه ده. سوشيال ميديا واس، الجو ده كله جوه البروموشن، جوه البروموشن ميكس. مين الناس اللي بتخدم على البراند؟ بيبل، حرف البي برضه. يعني ايه من الناس؟ يعني في الكيس بتاعتنا هنا في البراند بتاع التغذيه، مين الناس اللي هترد على البيج، ومين الناس اللي هترد على التليفون، وبيتكلموا ازاي وبيقولوا ايه، وهل المسج اللي بيتكلموها وطريقتهم شبهنا في السوشيال ميديا، شبه طريقه الكلام ولا لا. ما دي مشكله. وفي كورسز حاليا ممتازه في الجزء ده، جزء المودريشن ده، ازاي يطلع صح وازاي يبقى فيه كرياتيفيتي في الرد على الناس، ويعني اللي محتاج حاجه شبه كده بس يقول لي على على الفيسبوك. طيب البروسيس والفيزيكال ايفيدنس. البروسيس يعني منين لفين؟ يعني ايه بقى منين لفين؟ يعني انا في مرحله التاكتكس دي باجي اقول احنا هنعمل بيج او انستجرام او وات ايفر، هنكلم العميل يكلمنا فين بقى؟ فيقول لك والله مثلا نخليه يبعت لنا على الويب سايت، نخليه يكلمنا على الواتساب، يخليه. يبقى انا هنا بحدد البروسيس اللي العميل هيمشي فيه. طب العميل على بعت على الواتساب هنقول له ايه؟ طب هنرد عليه لو ما ردش علينا هنعمل ايه؟ طب هل في طريقه افضل تخليه ينجيج معانا؟ طب احنا عايزين مثلا، يعني ابوظ الدنيا، احنا عايزين نعمل ماركتنج لكورسات في اي ام اف ان دي، ايه البروسيس؟ من ضمن البروسيس ممكن يبقى فري سيشن زي النهارده. ليه؟ لان انت هتسمع المحاضر، هتبص على الماتيريال، هتبص على الخبره. فانت لو شاكك، لو في مرحله كونسيدريشن اخد في اي ام اف ان دي ولا اخد في مكان تاني، السيشن دي ممكن تقربك. فانا ده بحطه من ضمن البروسيس. بعدي بالعميل فين علشان يشتري، دي البروسيس. وتفر بقى منتج، خدمه، اقعد ارسم بقى كده اللي هو احنا بنسميها بقى باير جيرني، وهنقول له ايه في الاويرنس ونقول له ايه في الكونسيدريشن، هو نفس الكلام. طب الفيزيكال ايفيدنس، فيزيكال ايفيدنس هنا مرتبط ب فيزيكال ايفيدنس اللي هو اسمه ايه الوضع المادي. مش عارفه اسمها الوضع ولا لا يعني. فالدليل المادي، الدليل المادي ده يعني ايه؟
يعني انا دلوقتي وماشيه في الشارع لقيت محل لونه احمر كده وعليه لوجو انا عارفاه، فانا عارفه ان ده فودافون. ايه اللي يثبت لي الدليل المادي؟ انا شايفه اللوجو وشايفه البتاع. طيب شفت دكتور عبد الرحمن سليم واقف بيتكلم في فيديو، ايوه اكيد بيتكلم على الكورس بتاعه او بيتكلم في المؤتمر بتاعه او مثلا حد عمل معاه. انا عارفه منين؟ ما انا عارف شكله وعارف دكتور عبد الرحمن. فالدليل المادي هي حاجه تابعه للبيزنس انت حفظتها خلاص. ايه بقى الدليل المادي بتاعك في السوشيال ميديا؟ الهويه بتاعتك، الكفر، الوان، بمتابعه الترندز، بطريقه كلامك توحي ان انا رنا جمعه وان هو عبد الرحمن وان دي ايمن فندي وان دي فاطمه. الدليل المادي حاليا بقى ايه؟ مش مادي بقى على الارض بس، بقى مادي بقى اونلاين. فده يتحط تحت ايه؟ تحت التاكتكس. طيب الشانل سيلكشن، يعني نيجي كده نقول ايه؟ احنا هنشتغل على ايه؟ ما هو مش بمزاجنا بقى. هنشتغل على ايه؟ يعني احنا عارفين، يعني احنا يعني ايه؟ يعني احنا عارفين يعني ايه؟ يعني احنا عملنا اناليسيز لقينا ان العميل بتاعنا موجود على الفيسبوك وتيك توك بس. فانا هنا انا هنا عامل اناليسيز قبل كده في الكاستمر، كاستمر اناليسيز بتقول العميل بتاعي فين. ودوروا كده على ويب سايت اسمه داتا ريبورتل. داتا ريبورتل بيقول لك كل بلد الناس بتستخدم فيها انهي منصات اكتر من انهي. الويب سايتس مهمه جدا بنديها في الكورس باستفاضه. طيب شانل سيلكشن هنا بتحدد المنصات اللي هننزل عليها. طيب الكونتنت بلان والتكتيكال ماتريكس. تكتيكال ماتريكس يقصد بيها يعني شبه الكي بي ايز كده ولكن بتبقى مفصله اكتر يعني. كونتنت بلان، يلا بينا بقى. بص احنا كتبنا امتى يا جماعه؟ والله العظيم كتبنا بعد ما يعني جبنا ميه. كونتنت بلان موجوده في المرحله الرابعه من سوستك واخر المرحله. ليه بقى؟ ما هو انا خلاص انا عرفت بقى، انا عرفت انا هعمل ايه. ما هو انا معايا الكونتنت اللي ناجح قبل كده ومعايا الباور بيرسونا، واما رحت عملت اناليسيز للكومبيتيتورز واضغط اهو على الكومبيتيتورز لقيت فيه كومنتات معينه كده الناس بتشكر فيها في حاجات عند الكومبيتيتور، ولقيت في ناس داخله بتقول البوست ده حلو او البوست ده فادني، او في ناس بتشتم في حاجه. معايا داتا، انا محمل بالداتا والافكار، مش هروح لسه ادور على افكار. لا انا كونتنت بلان طالعه بمنتهى السلاسه. فالكونتنت بلان هنا هنعمل فيها ايه؟ بنعمل فيها بقى هنكلم بيرسونا يعني الكلام اللي هو ايه؟ اللطيف ده. طيب ايه تاني غير الكونتنت بلان؟ معلش انا نسيت برافو عليك والله مركزين، برافو. ايه الاو في بي ده؟ الاو في بي ده اونلاين فاليو بروبوزيشن. حته سهله قوي. حد يا جماعه عارف براند مينيسو؟ يعني اكيد البنات هتبقى عارفاه. مينيسو، مينيسو. بس آية، سارة، بص مفيش مصطفى، لا مصطفى ده بالنسبة لي جديد مصطفى. ماشي. براند مينيسو هو براند يا صيني يا ياباني انا مش فاكره بقى طبعا عشان هم شبه بعض. المهم ان هو براند في بلد من البلدين دول، وعنده ستورز وبيعمل حاجات ترندي جدا. يعني ممكن تدخل تلاقي عنده شنط عادي بس هي مش شنط عاديه، ممكن تدخل تلاقي عنده نوت بوكس، ممكن تدخل تلاقي عنده دباديب، ماوس، ماوس بتاع الكمبيوتر بس هو شكله مش عادي، الوانه حلوه، حاجات لطيفه جدا للبنات والاطفال. حلو كده. فهو براند بيبيع حاجات مختلفه ومتنوعه وجايه من بره. يجي مينيسو يعمل ايه؟ يروح فاتح ويب سايت ويروح حاطط عليه المنتجات كلها ويقول لك شحن فري لحد 300 جنيه. ده اونلاين فاليو بروبوزيشن. انا هنا خدت، ادوني اوفر زياده لو اشتريت اونلاين، بعتوا لي حاجه زياده ما خدتهاش في الستور. ليه؟ بيزود مبيعاته اونلاين. موقع اخباري تلاقيه بينزل على الفيسبوك الاخبار عادي، لكن اللي يدخل على الويب سايت يلاقيه مديله حاجه زياده، استماره المفروض يملاها ويكسب بيها حاجه. ده اونلاين فاليو بروبوزيشن. انا هنا ناوي ازود فاليو للكاستمر اونلاين بس مش في الستور بتاعي على الارض. فدي بيبقى قرار يعني. زي كده فكره ايه؟ زي فكره الفاوتشرز اللي انا قلت لك عليها بتاعت برامج الولاء بتاعت البراند اللي انا بحكي عليه. يعني بقينا نعمل فاوتشرز من كارفور جوه العياده.
اللي نزل وزن معين واللي التزم بنسبه معينه واللي دخل عمل تفاعل على البيج بيدخل ياخد الفاوتشرز دي. فهنا انا عملت ايه؟ هو هنا مش اونلاين فاليو بروبوزيشن، بس هي نفس الفكره، نفس فكره الفاليو الزياده. طيب كونتنت بلان، انا نسيت هنا اكتب ميديا بلان. خلي بالكم بقى، يعني هعمل لكم تعديل عليها قبل ما ابعت لكم البرزنتيشن. من ضمن التاكتكس بعمل ميديا بلان. ايه الميديا بلان بقى؟ هنعمل اعلانات فين وبكام ومتوقع منها ايه. دي التكتيكال ماتريك، اللي هو ايه، انا متوقع ايه من الكونتنت بلان دي، حاجه شبه الكي بي ايز يعني. خلاص، كونتنت بلان، وهتزودوا معلش عليها ميديا بلان. ميديا بلان هنا هعمل اعلانات بكام، متوقع ان انا اوصل لايه. وميديا بلان بقى دي طبعا يعني الميديا بايرز عارفينها، وليها يعني سيشن تقريبا كامله في كورس ميديا باين. خلصنا التكتيك، احمدك يا رب، كل حاجه بقت في مكانها خلاص. بصينا عرفنا السعر وعرفنا الميكس عرفنا كل، وعرفنا الكونتنت بلان وعرفنا الميديا بلان. ميديا بلان فرقها عن الكونتنت ايه؟ الكونتنت كونتنت بس، يعني كونتنت كونتنت رايتنج، كوبي رايتنج، هنعمل ديزاينات ولا هنعمل ريلز، طب السكريبتات فين؟ ده الكونتنت بنحطه فيها في بلان بشكل معين. الميديا بلان كل حاجه خاصه بالادز، هنستخدم انهي تشانلز، هنصرف كام، التستنج كام، ونسكيل امتى، والكلام ده كله. خلصنا؟ لا والله ما خلصنا. الاكشن بقى، الاكشن هو الريسبونسبيلتيز. مين هيعمل ايه؟ يعني ايه بقى؟ يعني يعني احنا في شركه او احنا في تيم، مين هيكتب الكونتنت ومين هيطلع الاناليسيز ومين بيعمل ايه؟ ايه بقى؟ هنقسم التاسكات ازاي؟ طب كل واحد فينا هيسلم التاني ازاي؟ طب كل واحد الديدلاين بتاعه ايه؟ ودي اللي انا بلاقي فيها بجد والله هري في الشركات، هري. واحنا قمنا الصبح عايزين نعمل الكونتنت بلان النهارده وبسرعه، علشان المفروض نعمل الاذى، عشان العميل المفروض يجي له مبيعات بكره المغرب. ما في احنا لو من البدايه قاعدين مع بعض وعاملين سوستك وكل واحد فينا ماسك حته بيخلصها. يعني انا بتخيل مثلا ان انا عندي تيم في سوشيال ميديا سبيشالست وكونتنت رايتر وميديا باير، والله العظيم مش عايزه غير الثلاثه، وواحد معاهم تيم ليدر. ده ابسط اشكال الشركات اللي في الدنيا. لو بادئين سوستك مع بعض وكل واحد فيهم بيعمل حاجه للبراند ده، كله هيبقى عنده نفس المعلومه، كله هيبقى عنده نفس الداتا. انت طلعت البلاتفورم، انا طلعت الكومبيتيتور، انت خد الكومبيتيتور التالت، طب ده مش شغلتي كميديا باير؟ ايوه بس ده بيفهمك البراند بتاعك اكتر. طب يلا نروح نحط اوبجكتيفز منطقيه ولا لا، طب يلا نروح نعمل استراتيجي مع بعض. هو ده ليه ما بيحصلش؟ اما نيجي بقى في الاكشنز، ايوه ما هو في واحد فينا هيطلع الكونتنت بلان طبعا دي شغلته، في واحد فينا تاني هيطلع الميديا بلان صح، في واحد فينا هيسكادول ويببلش ويطلع افكار للستوريز، وطول النهار قاعد على الانستجرام بيجيب في الترندز عشان يطلع على الانستجرام. ما في السبيشالست قاعد بيعمل كده. فمرحله الاكشن هي مرحله تنظيميه بحته، مش ماركتنج كرياتيفيتي، لا لا لا، هي مرحله تنظيميه. هنسلم بعض امتى، المصادر اللي بنستخدمها ايه، كلنا على نفس الجوجل درايف ولا لا، كلنا على نفس السيستم ولا لا، لو عندنا سيستم. عارف انت الجو اللي احنا بنعطل فيه، كلنا بنبقى مالينا الكرياتيفيتي ونعطل بقى في الحاجات التافهه. ده يبقى ليه مكان، عشان كده سوستك من اهم الفريم وركس. وبنختم احمدك يا رب في الكنترول، وهي الماتريكس والريبورتس اللي بعملها. ايه الماتريكس اللي انا وصلت لها؟ انا بقيس ايه اصلا؟ فدايما الكنترول مربوطه بالاوبجكتيفز. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت للارقام اللي انا محددها. طب ما وصلتش ليه؟ هل كان في مشكله فين؟ فتبدا تدعبس على المشكله بقى. مشكله في الاعلانات، مشكله في الكونتنت، مشكله في اللي يكون الاوبجكتيف اللي احنا حاطينه غلط. اديكم مثال على الموضوع ده. كان عندي دكتور، واللي حضر معايا قبل كده اكيد قلت المثال ده، يعني لانه ايه اشهر غلطه في حياتنا. كان عندي دكتور عيون. حلو، ودكتور العيون ده بيشتغل في دبي وعنده عياده هنا في محافظه من محافظات مصر. ف الدكتور ده متخصص في الحول للاطفال وللكبار. يعني انت لو رحت تعمل عنده تقيس نظاره، عايز تعمل عنده ليزك، هيقول لك لا ما عنديش الخدمه دي. عايز اقيس نظاره، عايز اغير عدسه نظاره، يقول لك مش عندي، يعني اخش اقيس بس واكتب لك العدسه كام وخلاص. لكن هو مركز في ايه؟ في الحول يعني. الراجل ده تاني شهر اشتغل فيه معانا. انا متفقه معاه على كي بي ايز معينه، الكي بي ايز دي عديناها في عدد السيلز، يعني كنا المفروض نجيب مش عارفه
مش فاكره بقى الارقام، المهم ان احنا يعني جبنا حوالي 110 حاله في الشهر ده، والحالات دخلت واتبسطت من الدكتور، وكان في سكسس حلو جدا في ثاني شهر. فطبعا الدكتور فرحان ومزقطط وبتاع، ورانا الكشوفات جات لي كتير وكده. فانا بساله سؤال يعني في الريبورت ميتنج ده اللي هو في اخر الشهر ده، دكتور طيب عملت كام عمليه؟ فراح لي والله ولا عمليه. فبقول له، فانا بقى الشوك بقى، يعني انت جالك 110 حاله ما عملتش ولا عمليه حول ليه؟ مفيش ولا عمليه خالص؟ لا يا رنا، ما هم 80 منهم كانوا بيعملوا قياس نظاره، وعيالهم مثلا نظرهم ضعيف. طب ما انا حققت المترك، يعني ان كنت عاوز عدد كشوفات معينه انا كرنا عديتها. لكن انا هنا مشكلتي في ايه؟ ان الكونتنت اللي بيطلع للعميل تقريبا مش مركز مع الباير بيرسونا بتاع الحول ده. فهم ركزوا في ان الدكتور جاي من دبي والسبق الصحفي وقبه الدكتور نازل، فراحوا عملوا عنده اي حاجه، ولقوا الكشف لطيف. يعني كان ساعتها ب 550 جنيه، الاستشاري جاي من دبي، ده كان رقم حلو جدا. فالكشوفات حلوه وانا حققت الاوبجيكتيف، ولكن انا بالنسبه لي انا كرنا، انا ما حددتش الاوبجيكتيف اللي ما بيني وما بين نفسي، اللي هو ايه؟ ابوزيشن نفسي في حته الحول عند الاطفال الكبار. ما هو ده اثباتها ايه؟ ان الناس تيجي نعمل عمليه واحده حتى، طيب من ال 110 حاله. فقعدت مع التيم تاني، بدانا نراجع يا جماعه، احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا عملنا ايه؟ احنا حاطين في الكونتنت ايه؟ ايه اللي مش حاطينه؟ ايه اللي حاطينه؟ طب كاتبين كلمه استشاري جاي من دبي اكبر من كلمه الحول، ما يمكن يكون المشكله في الديزاين. طيب البيج عليها صور قبل وبعد، طب فين الحالات بقى؟ يعني هاتوا الحالات تتكلم. طيب فبدانا مش نعيد البوزيشننج، ولكن الكونتنت ما كانش كاستمايزد اكتر. احنا كنا فرحانين بفكره الايه؟ الاستشاري اللي جاي من بره. الشهر الثالث عدد ال 110 حاله ده نزل ل 75 حاله. فلسه الدكتور قال لي رنا بس انا عملت 6 عمليات. قلت له بس يبقى انا كده نجحت الحمد لله. أنا انت اصلا هتكسب اكتر في فلوس العمليه، بس يبقى الناس عارفه انت بتاع ايه. احسن لي من ان انت يجي لك عدد وخلاص والعدد ده يقل مع الوقت. الكنترول هنا يا جماعه، لو انا مش فاهم البرودكت او السيرفيس بتاعتي كويس، مش هبقى فاهم انا مفروض ايه اللي يجيب ايه وايه الاحسن من ايه. هبقى فرحان بالرقم وخلاص. فلا، انا مش عايزاك ولا تفرح قوي ولا تزعل قوي. انا عايزاك تفهم ليه ده حصل ليه، واروح اعدل فين. يعني اروح اعدل في الكونتنت، ولا اعدل في الادز، ولا اعدل في الاوبجكتيف، ولا عندي مشكله في البوزيشننج؟ انا مشكلتي فين؟ من ضمن الكنترول، ودي اخر حاجه هتكلم فيها، هي ريبورتنج. وريبورتنج هنا ان انت تعمل ريبورت تقدر تطلع عليه قرارات. انا ما بطلعش ريبورت يا جماعه غير لما بيكون في اور نيكست ستيب. دي اخر سلايد. بعد يا باشا ما شفت كل الارقام والجهبذه اللي احنا عمالين نجهبز فيها، اور نيكست ستيب بناء على الداتا دي احنا هنعمل، هنركز عليها. انا كده خلصت سوستك موديل. ويعني كنت اتمنى ان انا اقعد ساعه، بس طبعا يعني فاهمين الموضوع كبير. اتمنى تكون عارف دلوقتي بعد البريف ايه اللي بيحصل. بعد البريف يا جماعه انا ببدا من سيتويشن اناليسيز وامشي بالترتيب اللي انا قلته النهارده، وكل حاجه لازم تتسلم للتانيه بنفس الترتيب علشان كل اناليسيز مربوط على التانيه. لو عندكم اي اسئله او عندكم اي توبكس، يا ريت يا ريت تكتبوها لنا على البوست اللي نزلناه النهارده على البيج، علشان الاسئله بتاعتكم وكومنتاتكم بجد احنا بنبقى مش عارفين نعمل سيشن ايه. يعني بنقعد انا وفاطمه مش عارفين لا نتكلم عن كذا ولا نتكلم عن كذا. فارجوكم اي سيشن، اي توبيك عايزين تتكلموا فيه اكتبوا لنا في البوست. هتلاقوا بوست كده نزل عن الاستراتيجي، هتلاقوا فيه كاروسيل كده، وفي صورتي انا في الاخر. حلو كده. اكتبوا لنا رايكم في السيشن، اكتبوا لنا محتاجين سيشنز عن ايه، واحنا ان شاء الله هنوفرها المره الجايه. ميرسي جدا جدا لكلامكم الجميل.